السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في أولى ثانوي، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب بإذن الله إحنا بنبدأ معاكم أول فيديوهات المنهج، فيديو شرح الوحدة الأولى فلسفة. عملنا لحضرتك نظام جميل جدا ونظام مبسط جدا. هنعمل لحضرتك إن شاء الله كل وحدة من وحدات الموضوعات بتاعت المنهج بتاعت حضرتك هنعملها لك إن شاء الله في فيديو في الوحدة بالكامل. طب مستر وأنا بتفرج عليها إيه المطلوب مني؟ المطلوب من حضرتك إن أنت تقسمها، تتفرج على جزء في جزء في جزء. طب التقسيمه دي حضرتك هتقسمها بناء على مزاجك او ان انا زهقت فهقفل الحصه والكلام ده كله؟ لا، حتى دي احنا هنقول لك تقسمها ازاي. اتفقنا يا صديقي؟ اتفقنا. ابدا معايا كده. هنبتدي النهارده بالوحده الاولى من منهج الفلسفه عند حضرتك في الترم الثاني، اللي هو فيه موضوعين، حاجه اسمها فلسفه البيئه وحاجه ثانيه اسمها رؤيه الفلاسفه للاخلاق البيوطبيه او بنقول عليها البيوتيقه. سمي الله ويلا بينا نبدا في اول موضوع. عند سعادتك طبعا يا صديقي، حضرتك كنت عرفت الترم اللي فات، وخلينا ادي لك نبذه كده عن بعض الحاجات اللي حضرتك كنت خدتها الترم اللي فات وانت اكيد ما لحقتش تنساها. طيب، عند حضرتك كنت درست حاجه اسمها الفلسفه التطبيقيه. انت ما درستهاش بشكل موسع، لا، انت سمعت اسم بس الفلسفه التطبيقيه الترم اللي فات مني، صح؟ جميل جدا. طب وبالمناسبه ان حضرتك سمعت الفلسفه التطبيقيه، فتعالى كده نفهم ايه الفرق بين الفلسفه التطبيقيه والفرق بين الفلسفه العاديه خالص اللي احنا كنا بناخدها الترم الاول. الفلسفه بتاعت الترم الاول كانت مجرد فلسفه نظريه، مجرد شويه كلام، مجرد شويه نظريات للفلاسفه، مجرد ان هو بيعرف حضرتك اصلا عن الفلسفه والنظريات بتاعت الفلاسفه ومين الفلاسفه وقالوا ايه وعملوا ايه. الكلام ده كله هي دي الفلسفه النظريه. عند حضرتك فرع اسمه الفلسفه التطبيقيه، ودي اول معلومه حضرتك هتاخدها في منهج الترم الثاني. مستر يعني ايه فلسفه تطبيقيه؟ فلسفه تطبيقيه يعني فلسفه بتهتم بالامور الحياتيه. اهو، فلسفه بتهتم بالامور الحياتيه. اتفقنا؟ اتفقنا. يعني ايه يا مستر؟ يعني قضايا مهمه في قلب الواقع. يعني لو الفلسفه القديمه كانت مجرد نظريات، لا، في فلسفه اسمها الفلسفه التطبيقيه ظهرت مؤخرا بحاجات بتهتم بايه؟ بالواقع اللي احنا عايشينه. اتفقنا؟ اتفقنا. قال لحضرتك طب هي ظهرت امتى؟ هي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، اللي هو من 1950 وانت طالع. خلاص كده اتفقنا؟ اتفقنا. عند حضرتك قال لك وقد ظهرت. طب ليه ظهرت؟ ظهرت نتيجة للمتغيرات التي طرأت في الحياة المعاصرة، فهي تعالج موضوعات عملية واقعية. لسه كنا بنقول اهو، بتهتم بالامور الايه؟ بالامور الحياتية. اتفقنا يا صديقي؟ اتفقنا. قال لحضرتك انا ههتم بالكلام ده وهعالج الكلام ده. طب يا مستر ليه ما سميتهاش علم؟ ليه سميتها فلسفة؟ قال لحضرتك عشان هي بتعالج كل ده باستخدام المنهج الفلسفي. وطبعا حضرتك في الترم الاول درست ايه الفرق بين العلم والفلسفه لو تفتكر. تمام؟ حلو جدا. مش موضوعنا الفرق بين العلم والفلسفه، بس موضوعنا ان احنا هندرس الكلام ده كله بشكل فلسفي، فادينا لها اسمها الفلسفه التطبيقيه. طيب، بعد اذن سعادتك كده تعالى ولاحظ معايا الفرق بين الاخلاق التطبيقيه والاخلاق النظريه. احنا قلنا لحضرتك ان الفلسفه التطبيقيه بتختلف عن الفلسفه النظريه، صح كده؟ صح. قال لحضرتك الفلسفه او الاخلاق التطبيقيه بتدرس السلوك والافعال باعتبارها احداث. يعني ايه باعتبارها احداث؟ باعتبارها احداث بيمكن ملاحظتها. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني دلوقتي قال لحضرتك انا بدرس سلوكك. شفت مثلا الحدث اللي بيحصل بره في الشارع؟ انا بدرس سلوكك ده اكنه حدث بيحصل قدامي. طب عايز توصل ليه يعني يا مستر؟ عايز اوصل مع حضرتك ان انا بقول لك ان هي بالنسبه لي مش مجرد افكار يمكن الشك بها. ده الفرق بين الفلسفه التطبيقيه والفلسفه النظريه. الفلسفه النظريه مجرد افكار يمكن الشك بها، ممكن نكذبها، لكن الحاجات الواقعيه اللي انا شايفها هقول عليها صادقه يا اما هقول عليها كاذبه. حلو جدا. قال لحضرتك انت كده قلت لي يا مستر ان الفلسفه او الاخلاق التطبيقيه مختلفه عن الفلسفه او الاخلاق النظريه، صح كده؟ صح. بس هل ده معناه ان هم ما لهمش علاقه ببعض، ولا ده معناه ان هم مترابطين؟ هم بينهم نقطه اختلاف، بس في نفس الوقت بينهم نقطه جوهريه اسمها الترابط بينهم. طيب، عند حضرتك قال لك الاخلاق التطبيقيه بترتبط بالاخلاق النظريه. قال لحضرتك هي بترتبط بالاخلاق النظريه ليه؟ اصل السلوك اللي انت بتدرسه في الفلسفه التطبيقيه، مش احنا قلنا ده موضوعنا في الفلسفه التطبيقيه؟ حلو. السلوك ده بقى اللي انت بتدرسه ده بيتضمن شويه حكم اخلاقيه، ومن ثم فان الفلسفه التطبيقيه تعد
مجرد تطور لفلسفه الاخلاق. عايز يقول لحضرتك ايه من الاخر؟ فلسفه الاخلاق دي اصلا فلسفه نظريه. فالفلسفه او الاخلاق التطبيقيه جت من فلسفه الاخلاق. يعني من الاخر جدا ان الفلسفه التطبيقيه او الاخلاق التطبيقيه هي امتداد يعني ايه؟ يعني هي بتكمل مشوار الفلسفه النظريه بس. فهمت؟ حلو جدا. يعني هي مستر ملهاش اهميه؟ لا طبعا لها اهميه، هو هنا بس بيوضح لك وجه الارتباط او وجه التشابه بينهم. اتفقنا يا صديقي؟ اتفقنا. قال لحضرتك الاخلاق التطبيقيه بتشمل كذا فرع. زي ايه؟ تعالى كده ناخدها في سبوره سمارت بورد. ادي يا سيدي السبوره الجميله بتاعتنا، وتعالى كده نفهم ايه الفرق. عند حضرتك واحنا قلنا ان احنا بندرس حاجه اسمها الاخلاق التطبيقيه، صح كده؟ صح. الاخلاق التطبيقيه دي احنا قلنا ان هي بتدرس السلوك والقضايا الحياتيه، ممكن نقول عليها الواقعيه. صح يا سيدي؟ صح يا مستر. طب حضرتك دلوقتي هل الفلسفه التطبيقيه او الاخلاق التطبيقيه دي ليها فرع واحد؟ لا، دي بتهتم بالاخلاق في كل مجالات الحياه. طب زي ايه يا مستر؟ زي البيئه، اخلاق البيئه، وزي اخلاق الطب اللي هي ندرسها في تاني موضوع في الوحده دي، تمام؟ وعلى فكره زي حاجه كمان اسمها اخلاق المهنه، وده اول موضوع في الوحده الثانيه فلسفه، تمام؟ الحاجات دي كلها، وطبعا في بقيه طبعا المجالات كلها، الاخلاق عموما بتاعت المجالات كلها دي فروع من الاخلاق التطبيقيه. يبقى مين الاعم والاشمل يا مستر؟ الاخلاق التطبيقيه. مين الفروع بتاعتها؟ عندك البيئه، عندك الطب، عندك المهن، عندك الكلام ده كله الى اخره. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى انت هنا كده عرفت لي ان فلسفه البيئه اللي هو الموضوع اللي احنا هنبدا بيه دلوقتي من الاخلاق التطبيقيه، وعرفت ان الموضوع الثاني اللي هنروح له بعد شويه اللي هو البيوتيقه من الاخلاق التطبيقيه. صح كده؟ اتفقنا. نرجع تاني. يعني ايه بقى يا مستر فلسفه البيئه؟ فهمني كده يا مستر واحده واحده عليا كده، يعني ايه فلسفه البيئه اصلا؟ قال لحضرتك هي فرع من فروع الفلسفه التطبيقيه. هتقول لي اه صح، احنا لسه متفقين على كده. وتعد الدراسه العلميه لمشكلات البيئه. مش احنا قلنا الاخلاق التطبيقيه بتدرس المشكلات بشكل عام اللي هي المشكلات الموجوده في حياتنا الواقعيه؟ حصل يا مستر. اهو فلسفه البيئه دي جزء من الاخلاق التطبيقيه، فمتوقع تكون ايه؟ ما هي زيها، بتدرس المشكلات برضه، بس مشكلات في كل المجالات بقى ولا في مجال البيئه بس؟ برافو عليك، في مجال البيئه بس، عشان دي فلسفه الايه؟ البيئه. شفت؟ فلسفه البيئه بتدرس البيئه، فلسفه البيئه بتدرس البيئه اهو. ده سحر ولا شعوذه؟ طيب قال لحضرتك مشكلات البيئه دي ايه اللي سببها يا مستر؟ قال لحضرتك سببها التقدم الهائل في التكنولوجيا في مجال البيئه. حضرتك طبعا عارف ان احنا اتطورنا جدا 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 في الالات وفي التكنولوجيا وفي كل حاجه في التطور. حلو؟ حلو. التطور التكنولوجي ده والتطور الهائل اللي احنا بقينا فيه ده خلى في سلبيات زي ما في ايجابيات ومميزات، بس في سلبيات كتيره. صح يا مستر؟ عند حضرتك مثلا في بعض الماكينات هي بتنجز مع العمال بس في نفس الوقت ملوثه جدا 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 للبيئه. فمشكله زي دي مين اللي يقول لي اتعامل معاها ازاي؟ فلسفه البيئه. اتفقنا كده يا صديقي؟ اتفقنا. قال لحضرتك اهو التقدم التكنولوجي جلب العديد من الجوانب السلبيه والاضرار، وده خلى العلماء والفلاسفه يدعوا لايه؟ ها تعالى كده نشوف مع بعض. قال لحضرتك والله الفلاسفه ما عجبهمش الوضع ده، وقال لحضرتك هو انت انسان او انت ليه بتجيب تقدم علمي يدمر البيئه؟ انا كفيلسوف مش موافقك على الكلام ده. طب حلو، هتعمل ايه يا عم الفيلسوف عشان تصد الكلام ده؟ قال لحضرتك انا هدعوك وهنصحك وهقترح عليك. شفت كده؟ سجلها معايا، اسمها دعوات، اسمها نصائح، اسمها مقترحات للحفاظ على البيئه. اهو دي كده كلها كلمات ممكن تستخدم بدل بعضها. يعني لو قال لحضرتك عايز دعوات، عايز نصائح، عايز مقترحات، هي كلها واحد. اتفقنا؟ اتفقنا. قال لحضرتك عايز 3 دعوات اللي هم، خلينا كده ايه نفهمهم واحده واحده مع بعض. اللي هم اول نصيحه قال لحضرتك بعد اذنك محتاجين نعمل اقامه توازن بيئي.
يعني ايه يا مستر اقامه توازن بيئي؟ اقامه توازن بيئي يعني بين مصالح سعادتك كانسان، ونوازن بينها وبين ايه بقى يا مستر؟ بين مصالح البيئه. يعني بحيث ان مصالح الانسان لا تؤثر سلبا على مصلحه البيئه. يعني بعد اذن حضرتك انا مش ضد رفاهيتك، صدقني، ما انا انسان زيك. هو الفيلسوف ده ايه؟ كائن مرسل من عند ربنا؟ لا طبعا، ما هو انسان زيك، هو مرسل من عند ربنا، ما تكفروناش، بس برضه انسان، صح؟ حلو جدا. طب هو دلوقتي قال لحضرتك ما تعملش وما تستفادش وما تستغلش الطبيعه لصالحك وما تحققش رفاهيتك؟ لا، هو ما طلبش منك كده. هو قال لحضرتك بعد اذن سيادتك وانت بتحقق رفاهيتك بلاش تيجي على البيئه، حقق رفاهيتك بعيده عن السلبيات اللي هتلحقها بالبيئه. يعني خلي رفاهيتك تتحقق بطرق تانية غير انك تلوث البيئه. حلو كده يا سيدي؟ حلو. حضرتك معانا. طيب تعالى كده نشوف تاني دعوه الفلاسفه دعوا لها. عند حضرتك تاني دعوه كانت احترام. يا مستر هم جايين يعلمونا الادب ولا ايه؟ يا عم انا عارف انك محترم. هو عايز حضرتك تحترم الكائنات الحيه. زي ايه يا مستر؟ زي الحيوانات، زي النباتات، وغيرها من الكائنات الحيه. قال لحضرتك بعد اذن سعادتك بدل ما انت مثلا بتفتح باب العماره تلاقي كلب في وشك تقوم مديله بالرجل. يا عم ليه كده يا عم؟ هو عمل لك حاجه؟ لا. حضرتك بدل ما انت بتطلع تجري ورا القطه لحد ما القطه مثلا لا قدر الله دهسها عربيه، طب ليه؟ استفدت انت ايه؟ طيب انت كده بتاذي الكائنات الحيه، وفي نفس الوقت في حيوانات معرضه اصلا للانقراض، انت بتروح تطاردها وبتروح تحاربها. و... وحضرتك بتعمل حاجه كمان في النبات، بتروح تجرف التربه، بتروح تشيل الزرع، بتروح تقطع الشجر. انت ليه بتعمل كل ده؟ اذا هنا مفيش ايه؟ هنا مفيش احترام للكائنات الحيه. يبقى لو قال لحضرتك حط لي حد لمشكله الحيوانات او مشكله النباتات، مشكله الزراعه، مشكله تجريف الاراضي، مشكله قطع الاشجار، مشكله اضطهاد الحيوانات، الكلام ده كله ايه الحل بتاعه؟ احترام الكائنات الحيه. اتفقنا. عند حضرتك ثالث دعوه للفلاسفه. ثالث دعوه وهي كانت ايه؟ تعالى كده ناخدها سوا. ثالث دعوة عند حضرتك وهي كانت دعوة مهمة جدا، اللي هي احترام حقوق الأجيال القادمة. يعني ايه يا مستر؟ حقوق الأجيال القادمة اللي هي ايه؟ حضرتك النهاردة انت عايش، بيتولد معاك ناس ولا لا؟ اه. بكرة هيتولد ناس ولا لا؟ اه. هتقول لي يا مستر ما في ناس بتموت. يا اخي خليك بس الحياة يبقى من الميت، خليك معايا في الناس اللي هتيجي لسه. الناس اللي بتتولد دي مش هم ليهم الحق في ان هم ييجوا يلاقوا موارد زي ما حضرتك جيت ولقيت موارد؟ حلو. حضرتك جيت ولقيت كوكبك نظيف، مفترض يعني ان حضرتك لقيت البيئه اللي حواليك نظيفه. حلو. طب حضرتك مش انت المفروض تسلمها لهم نظيفه؟ اه. طب حضرتك جيت لقيت حد بيمانع في حياتك؟ لقيت حد سرقك قبل كده؟ لا. انت لقيت الموارد بتاعتك، صح؟ اذا الناس اللي جايه انت ليه مستخسر فيهم الحق ده؟ مستر فهمني اكتر معلش. تعال ادي لك مثال. ليه مثلا حضرتك كانسان عايش في الفتره دي عايز تروح مثلا تستهلك حقل بترول تخلصه كله؟ ليه؟ وخصوصا ان دي موارد غير متجدده. حلو كده؟ تعال نجيب السبوره عشان هربت. خاصه ان دي موارد غير متجدده. طب جميل جدا. طب الموارد الغير متجدده دي بتخلصها ليه؟ ما غيرك هيحتاج البترول اللي انت بتخلصه ده. طب بلاش. حضرتك عندك مثلا الذهب والمعادن المهمه، حضرتك رحت خلصتها كلها، هل ده ينفع؟ لا. حضرتك رحت لوثت نهر زي نهر النيل، خليت النهر كله ملوث من كتر المخلفات والمصانع والاتربه والناس اللي بتنزل تحمل البهايم بتاعتها في النيل، الكلام ده كله خلى النيل ملوث. ومن دلوقتي على فكره مش لسه هيخليه، يعني النيل دلوقتي اصبح ملوث بالفعل. طب هل ده صح؟ لا طبعا ده مش صح. انت هنا بتهدر حقوق مين بقى؟ الناس اللي لسه هتيجي، اللي هم اللي لسه ما اتولدوش، الذين سيأتون بعدنا. مين هم اللي هيجوا بعدنا دول؟ اللي هم الابناء، الاحفاد، الناس اللي لسه هيجوا. تمام؟ حلو. يبقى حضرتك عندك هنا كام دعوه؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي يا سيدي تلاته. عند حضرتك 3 دعوات.
او 3 مقترحات او 3 نصائح الفلاسفه قدموها للانسان وقالوا له يا انسان بعد اذن حضرتك حافظ على البيئه بالشكل ده. يلا بينا نرجع للجزء الثاني، يلا بينا. عند سيادتك معنى البيئه. معنى البيئه حضرتك احنا قلنا ان البيئه بتنقسم لكام معنى؟ 2. عند حضرتك معنى في اللغه وده بنسميه معنى لغوي، وحضرتك متعود على الكلام ده على فكره من الترم الاول لما كنا بنعرف الفلسفه وكنا بنعرف المنطق والكلام ده كله، كنا بنقول ده ليه معنى لغوي وده ليه معنى اصطلاحي، ليه معنى لغوي وده ليه اصطلاحي. حلو جميل. يبقى هنا البيئه برضو زيهم كده ليها كام معنى؟ 2، واحد لغوي والتاني اصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي طبعا حضرتك عارف ان هو بنقول عليه ممكن اجرائي. خليك ناصح برضو عشان ما يجيش يلعبك بالكلام. تمام؟ احنا من الاخر باذن الله هنقفل لك اي حاجه في الشرح، مالكش انت دعوه باي حاجه، ان انت تركز معانا بس، هو ده اللي انت ليك فيه. خلاص؟ غير كده حاسبنا احنا على اي سؤال ما تعرفش تحله لان مش هيبقى فيه. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب ركز معايا يلا. عند حضرتك اول معنى في المعنى اللغوي، قال لحضرتك البيئه لغويا مشتقه من كلمتين. ايه هما الكلمتين دول؟ بوأ وتبوأ. يمكن حضرتك سمعت في القرآن قبل كده كلمه تبوأ، صح؟ حلو. قال لحضرتك بقى الى الشيء اصلا معناها في الجذر اللغوي ان هو رجع الى الشيء او عاد الى الشيء. حلو. وبوأتك شيئا يعني انشأت لك شيئا. يعني اللي هو مثلا اجي اقول لحضرتك بوأتك بيتا، معنى كده ايه؟ ان انا انشأت ليك بيت يعني. تمام؟ حلو. قال لحضرتك في الاصل اصلا في اللغه ان البيئه هي المكان او المنزل الذي يعيش او يسكن فيه الانسان. اتفقنا؟ يبقى البيئه هي المنزل، معنى لغوي. البيئه بوأ او تبوأ، معنى لغوي. حلو؟ حلو. عند حضرتك المعنى الاصطلاحي، قال لحضرتك البيئه الاصطلاحا بتقصد ايه؟ قال لحضرتك هي الاطار. هي ايه تاني يا مستر؟ الاطار الذي يعيش فيه الانسان. طيب خلينا كده عشان معنى الاصطلاحي للبيئه في كم ملحوظه عايز الفت نظر حضرتك ليه. تمام؟ طيب عند حضرتك المعنى الاصطلاحي للبيئه هنقسمه هنا. لما الاقي في السؤال الاطار الذي يعيش فيه الفرد، يا مستر مش لسه قايل لي ده المنزل واللي بيسكن فيه ده معنى لغوي؟ لا، خد بالك لما يقول لحضرتك الاطار الذي يعيش فيه الفرد يؤثر فيه ويتأثر به، يبقى ده معنى اصطلاحي. انت افتكرت معنى البيئه دلوقتي في الدراسات اللي هي بتاعت رابعه ابتدائي. ايوه هي. خلاص؟ طيب هو ده المعنى الاصطلاحي. شفت يا سيدي بقى؟ ده كان تعريف البيئه اهو، ده المعنى الاصطلاحي. ليه حل تاني، هيجي يقول لحضرتك في السؤال ايه؟ يجي يقول لحضرتك الاطار برضو يا مستر. معلش استحملني شويه. الاطار الذي ينشأ فيه التفاعل بين الإنسان وعناصر البيئة أو عناصر الكون. حلو. حاجة تالتة ممكن بقى يجي يعرفه لحضرتك يقول لك هو جميع الظواهر المحيطة بالفرد. شفت كذا حاجة اهو، هيقول لحضرتك المعنى الاصطلاحي ده للبيئة. الثلاثة دول نفس الإجابة، المعنى الاصطلاحي أو مليني أنت كده، أنت شاطر برافو عليك، الإجرائي. وحتة كده ليك أنت مخصوص، خلينا كده نرجع واكتبها لك هنا عشان ما تنساهاش. المعنى اللغوي بيساوي المعنى الاشتقاقي. مش أنا بقول لحضرتك هنا البيئة لغوية مشتقة، يبقى إيه؟ يبقى الاشتقاقي. سهلة كده يا سيدي؟ سهل. تعالى كده نروح للجزئية اللي بعد كده. عند حضرتك انت كده عرفت يعني ايه بيئة، كده عرفت ان احنا عايزين نحافظ على البيئة، كده عرفت غرض فلسفة البيئة. ده ما يجركش لشيء. ايه هي مراحل تعامل الانسان مع البيئة؟ هو الانسان اتوجد في البيئة ازاي؟ اتعامل معها ازاي؟ ايه العصور اللي مر بيها؟ تعالى كده ناخدها في سبورة وابعد عن الملزمة شوية، الملزمة كده كده هسيبها لك في وصف الفيديو. اتفقنا؟ اتفقنا. نبعد كده يا سيدي وتعالى ناخد الخمس مراحل. عند حضرتك اول مرحله هنا مر بيها الانسان مع البيئه اسمها التقديس والتأليه. ده باينه من اسمها مستر، مرحله عبادات وكلام من ده. هنكمل بس وهقول لك. عند حضرتك تاني مرحله اسمها التفسير.
والتوظيف. بعد كده عندنا مرحلة ثالثة اسمها الاستغلال والسيطرة. رابع مرحلة، او خلينا الاول ناخد بس الثلاث مراحل دول عشان السبورة تكفي، وبعد كده ادي لك المرحلتين التانيين عشان هم كم مرحلة؟ 5. هم التقديس والتأليه اول مرحلة، ثاني مرحلة التفسير والتوظيف، ثالث مرحلة الاستغلال والسيطرة، الرابعة القهر والاستبداد، خامس مرحلة الاحترام والصون. حلو جدا. تعالى بقى ناخدهم كده واحدة واحدة. قال لحضرتك التقديس والتأليه، يعني ايه يا مستر تقديس وتأليه؟ اول ما الانسان اتوجد خالص من ايام بدء الخليقة سيدنا ادم عليه السلام، الانسان نزل لقى كائنات موحشة. ازاي يعني يا مستر؟ يعني تخيل مثلا حضرتك كده معايا، سعادتك نايم صحيت لقيت في وشك ديناصور بيقول لك السلام عليكم صباح الخير. ديناصور؟ وعليكم السلام. انت ايه ده؟ ليه يعني؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ طب هتلاقي الناحيه الثانيه نمر بيقول لك بقول لك ايه، انت مشوي ولا مقلي ولا انهي فيهم؟ عشان انا جعان بس. هتقول له ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ايه المنطقه اللي انا فيها دي؟ سبحان الله. هتلاقي من الناحيه الثانيه اسد جاي يهزر معاك. هو مش جاي يهزر معاك طبعا، هو جاي ياكلك. طب ايه الكلام ده؟ مش ملاحظ حاجه؟ انا قصدي ليك ايه؟ ان الكلام ده يخوفك. ده ديناصور واسد ومش عارف، وهتلاقي فيل كمان شويه داخل عليه. ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ والله هي دي كانت البيئه في بدايه حياه الانسان، هو كان بينام في وسط الكائنات دي كلها. فبالتالي حضرتك لو في وسط الكائنات دي حضرتك هتفكر اصلا؟ لا، ده انت بالعكس هتروح تخاف منها. صح؟ ما انت تخيل كده صاحب في وشك زي الديناصور، هتخاف منه ولا هتقول له تعالى نلعب بولت استيميشن؟ لا طبعا. طب حلو. تعالى كده بقى نشوف ايه حكايه التقديس والتأليه. الحدوته كلها يا سيدي في التقديس والتأليه ان هي كانت مرحله خوف من الطبيعه. كانت مرحله اسمها مرحله رهبه. يعني ايه مرحله رهبه؟ يعني مرحله خوف وقلق، ان انا لسه خايف. طب حلو. المرحله دي كانت في العصور القديمه. طب جميل جدا. المرحله دي انت قلت لي يا مستر ان هي في العصور الانهي؟ القديمه. كويس. يعني الانسان البدائي. يعني ايه يا مستر الانسان البدائي؟ اللي هو اول انسان خالص في بدء الخليقه. طب حلو. هنا ايه اللي تم؟ الانسان لما خاف بقى من مقدرات الطبيعه دي، او الانسان لما خاف من الحيوانات والغابات والجو اللي هو كان عايش فيه ده، عمل ايه؟ في مثال فلسفي كده بيقول لك ما لا تستطيع مواجهته عليك بمعانقته. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي حضرتك لو عايز او حضرتك خايف تواجه حد، انت المفروض تعانقه. اروح احضنه يعني؟ لا، مش بالمعنى الحرفي. تمام؟ ما تدققش. حضرتك عايز تروح تعانقه اللي هو ايه؟ تبين له الولاء، تقول له ان انا السمع والطاعه، انا مش هعمل عكس اللي انت بتقوله، حاضر ونعم وبس. حلو كده؟ يعني من الاخر هنا الانسان ابتدى يعمل ايه؟ الانسان ابتدى يقدس ويعبد الطبيعه. ما هو خايف منها فمش هيواجهها. طب حلو. المرحله دي كمان انتشرت فيها حاجه اسمها الادوات البسيطه. زي ايه يا مستر؟ زي الرمح. تمام؟ زي الحربه. يعني ايه الحربه دي يا مستر؟ اللي هي البتاعه الطويله الخشب دي اللي هي بيبقى فيها بوز كده حديد، هي دي الحربه. حلو كده؟ ادوات بسيطه يعني لسه. طب حلو. دي كده كانت مرحله عندي الاولى اللي هي التقديس والتأليه. دخلنا بعد كده على مرحله اسمها التفسير والتوظيف. انا هنا اتعاملت مع البيئه بالفعل، فابتديت بقى اعمل ايه؟ انا قلت مش هينفع كده كل مره اصحى الاقي ديناصور في وشي، انا مش عارف اتعامل يا عم، مش عارف اعيش. حلو. ابتدى هنا الانسان يعمل حاجه، والمرحله دي ظهرت في العصور اليونانيه. ممكن تقول عليها العصور الوسطى، او ممكن تقول عليها مرحله ظهور الفلسفات الطبيعيه اللي هي قبل الميلاد بقى، فلسفه افلاطون وارسطو والناس دي كلها طبعا ممتده اللي هي في الفلسفات الطبيعيه. تمام؟ طيب المرحله دي كانت مهتمه بايه؟ المرحله دي كانت مهتمه، اسمع كده، بمعرفه اصل الاشياء. المرحله دي كانت مهتمه بتفسير الكون والطبيعه. الطبيعه دي اللي هي الايه؟ اللي هي البيئه. برافو عليك. طب حلو. انا دلوقتي عايز اعرف اصل الكون وافسر الكون. حلو جدا.
طب مستر معلش ممكن تديني مثال؟ ادي لك مثال. عند حضرتك جدك ارسطو اهو، جدك ارسطو حاول تفسير الكون، وصل لان الارض مركز الكون. جه قال لحضرتك عمك ارسطو او جدك ارسطو، قال لك ايه؟ قال لك يا سيدي ده كوكب الارض ده هو اصل الكون كله والمجرات وكل حاجه. قلت له ليه يا جدي ارسطو؟ قال لحضرتك اصل الانسان اللي هو ارقى مخلوق خلقه ربنا مش موجود غير على الارض، وربنا اصلا خالق الكون ده كله عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الانسان، يبقى بالتالي الارض هي مركز الكون. حاول يعمل ايه؟ حاول يعمل عمليه تفسير عشان يفهم الحاجات اللي حواليه. طب حلو، وده ما يلفتش نظرك لحاجه؟ ما هو انت لو فهمت ايه اللي هيتم بعد كده؟ حضرتك لو فهمت هتفهم ان الارض، انا لسه كنت بقول لك في كلامي الكون ده كله مخلوق لمين؟ للانسان. فابتدوا بقى الفلاسفه ياخدوا الكلمه دي، والناس بشكل عام ابتدوا ياخدوا الكلمه دي. ايه ده؟ يعني الارض مخلوقه لي؟ ايه ده؟ يعني الديناصور اللي هناك ده انا اللي اولى منه بالارض؟ يا نهار ازرق! قام ماسك الحجر والطوب والدنيا وقام رايح طالع على الديناصور، خد يا ديناصور دب موته، خد يا انت اللي هتسيطر عليا؟ لا ده انا فهمت خلاص، انت كنت بتستغل جهلي يعني. فخلاص بالتالي هنا اتحققت المعرفه. فلما اتحققت المعرفه وصلنا بالحدوته لحد مين؟ لحد الاستغلال والسيطره. ما انا خلاص انا كانسان ادركت ان الكون والارض دي كلها اصلا مخلوقه عشان مين؟ عشاني. صح؟ حلو. انت لما تعرف ان كل حاجه في الدنيا بتتعمل عشانك، مش انت هتزيد سيطرتك على الحاجه؟ حتى مثلا ايه في المثل يقول لك ايه؟ ما تديلوش وما تحسسوش ان هو محور الكون. ما تحسسوش ان هو ايه؟ محور الكون. ليه يا عم؟ عشان ما يسيطرش عليك. فالانسان لما حس ان هو مركز الكون هنا، ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يعمل حاجه اسمها الاستغلال والسيطره. بسيطه كده يا سيدي، والله العظيم بسيطه جدا. طيب خلينا كده يا سيدي نروح نشوف ايه ملامح مرحله الاستغلال والسيطره، ايه اللي تم فيها يعني. هنا الانسان ابتدى يعمل حاجه اسمها الاستفاده من الطبيعه. حلو، تعالى كده نمسح ايه الخط ده. خلاص ابتدى الانسان يعمل ايه؟ بيستفيد من الطبيعه. ابتدى الانسان يحقق لنفسه مميزات وفوائد. ابتديت تعمل ايه تاني يا انسان؟ ابتدى هنا الانسان بقى يشوف ان البيئه من حقه، فابتدى يعمل ايه؟ سيطره الانسان او سيطره الانسان اهي، كان فيها سيطره الانسان على البيئه. حلو كده يا سيدي؟ حلو. طب ده مستر معلش لو انا عايز احللها في التاريخ شويه، كانت امتى مثلا؟ يعني تديها كده تقريبا كانت امتى؟ دي يا سيدي كانت في العصر الحديث. ولو تفتكر اتكلمنا عن العصر الحديث قبل كده في منهجنا في الترم الاول، لما جيت قلت لحضرتك ده الموقف الفلسفي مر بعده مراحل لتطوره، منهم كان العصر الحديث اللي هو كان كام؟ الثالث. فاكر لما قلت لك ده ظهر المناهج العلميه التجريبيه، ظهر منهج ديكارت وقال لحضرتك انا اشك اذا انا موجود. فاكر؟ حلو. هنا اهو رجع تاني العصر الحديث. العصر الحديث ده يا مستر كانت ايه ملامحه يعني؟ ظهور المنهج التجريبي. خلينا ايه اهو التجريبي. اتفقنا يا صديقي؟ اتفقنا. طيب المرحله دي كان فيها عيب واحد بس. ايه ده يا مستر؟ هي المرحله دي كان فيها عيوب؟ للاسف. ده انا سامعك يا مستر عمال بتقول مميزات وفوائد، طب ما الكلام ده كويس. لا، كان فيها عيب، اللي هو ندرة الحديث عن باقي الكائنات وحقوقها. مستر يعني ايه؟ دلوقتي احنا كنا عمالين بنتكلم الحيوان كذا الحيوان كذا الحيوان كذا، ابتدينا في مرحله الاستغلال والسيطره. عارف انت لما تبقى ايه؟ فاضي، فحضرتك مشغول ايه؟ بالحاجات اللي حواليك بس، ابتديت تتشغل في حاجه تانية، وحاجه تانية ابتدت تاخدك تسحبك. فايه؟ انت كل انتباهك هنا راح ناحيه ايه؟ ان انت تستغل وتسيطر على البيئه. ابتديت تنسى مين؟ ابتديت تنسى الحيوان. وابتديت تنسى مين؟ ابتديت تنسى الكائنات الاخرى. فحضرتك هنا ايه اللي تم؟ ان حضرتك ما بقتش تتكلم على حقوقهم. انت كل كلامك وكل قعداتك وكل حاجه مسيطره على دماغك، انا هحقق مزايا اكبر
حقق منفعه افضل، حقق مميزات اكتر، صح؟ حلو. وده اللي يسوقنا لمرحله تانيه اسمها ايه بقى؟ تعالى كده نشوف، ومش همسح لك السبوره دي، خليها. المرحله دي اسمها ايه؟ المرحله دي يا سيدي اسمها القهر والاستبداد. يا مستر، ده باين من اسمها ان احنا جينا على البيئه قوي، زمانها شايله مننا. اسمع وهفهمك البيئه ليه شالت منك. طيب، عندك دي كده المرحله الرابعه، وخلينا نكتب بالمره المرحله الخامسه اللي هي الاحترام والصون. خلاص كده؟ حلو. تعالى كده نفهم الاول ايه اللي تم في القهر والاستبداد. احنا كنا في الاستغلال والسيطره، ابتدينا نسيطر ونحقق مزايا ونحقق الكلام ده كله، صح؟ بس كان عندنا عيب ان احنا ما بنتكلمش عن مين؟ عن اخواتنا، شركائنا، بقيه الكائنات. جميل جدا. ابتدينا هنا بقى نعمل ايه؟ قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. مرحله القهر والاستبداد مرحله كلها سلبيات، مرحله كلها عيوب، مرحله كلها تخريب، مرحله كلها دمار، مرحله كلها تلوث، مرحله كلها تدهور. ايه يا مستر؟ ايه يا مستر؟ في ايه؟ وحد الله، لا اله الا الله يا سيدي، بس بحكي لك اللي حصل. سبحان الله، مش انت اللي طلبت تعرف؟ حلو. طب يا مستر الكلام ده كله تم ليه؟ اصل المرحله دي جت مع العلم المعاصر. يا مستر يعني ايه برضو؟ ايه المشكله؟ حضرتك عندك العلم المعاصر ده، ابتدينا نتقدم بشكل هائل جدا. فتقدمنا بشكل هائل، ايوه انا سامعك وانت بتقول ده عشان كده فلسفه البيئه ظهرت، عشان احنا تقدمنا بشكل هائل. فلما تقدمنا بشكل هائل ابتدينا نبقى في قهر واستبداد. فقهر والاستبداد كان لازم له دعوات زي اللي احنا خدناها، اللي هم الثلاثه: اقامه توازن بيئي، احترام حقوق الكائنات الايه الحيه، احترام الاجيال الايه القادمه. فهمت الحدوته ماشيه ازاي وكلها مرتبطه ببعضها ازاي؟ انا خليت لك الحدوته كلها مربوطه ببعض. فهنا في العلم المعاصر ابتدت تظهر تكنولوجيات غريبه جدا، وابتدت تظهر حاجات ممكن تدمر البيئه خالص. على سبيل المثال، عند حضرتك حاجات زي المفاعلات النوويه. ده لو واحد فيهم بس حصل فيه غلط في عنصر واحد اتضاف بالغلط، يفجر بلد باكملها. يفجر بلد ايه؟ يفجر قاره باكملها. يا مستر للدرجه دي؟ والله للدرجه دي. مش بيقول لحضرتك ده لو كنا حدفنا مش عارف في النووي على مين كانت المنطقه يحصل فيها ايه والكلام ده؟ طيب، عند سعادتك يا سيدي هنا دي ظهرت مع العلم المعاصر. حلو جدا. ايه بقى اللي تم فيها يا مستر؟ قلنا سلبيات وعيوب وتخريب ودمار وكل حاجه وحشه. طب خليني اقول لحضرتك وزيرك من الشعر بيت ان المرحله دي هي اللي حصل فيها تحول في العلاقه. ايه يا مستر ده؟ تحول في العلاقه ازاي يعني؟ مرتبطين؟ لا، تحول في العلاقه بين الانسان والبيئه والكائنات الحيه. الانسان علاقته اتحولت واتبدلت تماما بالبيئه وكائناتها. ازاي يا مستر؟ اصل بدل ما في الاول خالص كان الانسان ايه؟ خايف منها، لا دلوقتي بقى الانسان هو او البيئه هي اللي خايفه من الانسان. يعني دلوقتي مثلا بدل ما زمان حضرتك كنت ايه؟ كنت بتجري من الاسد، لا دلوقتي الواحد هو اللي رايح يصطاد اسد عشان ياخده معاه السيرك. صح؟ حلو. طب دي كده مرحله القهر والاستبداد، مرحله كانت كلها سلبيات وكلها عيوب. الفلاسفه سكتوا؟ لا. مش احنا قلنا ان هم دعوا 3 دعاوي؟ حلو. عند حضرتك لا، مش دعوا 3 دعاوي اللي هو ساعه الفجريه بقى واكشف راسي والكلام ده. خليك معايا وركز معايا. ماشي. عند حضرتك الاحترام والصون. دخلنا بعد كده مرحله جديده. الفلاسفه قالوا لحضرتك انا مش عاجبني الكلام ده والله، فتعالى ايه؟ ندعو لمرحله الاحترام والصون. قال لحضرتك المرحله دي ابتدينا نحط فيها وضع قوانين للحفاظ على البيئة. حلو. ادي نقطة. عند حضرتك نقطة تانية بعد كده، بعد ما وضعنا قوانين للحفاظ على البيئة هنعمل ايه بعد كده؟ قال لحضرتك كمان احنا هنسن يا مستر، هنسن تشريعات تجرم. يعني ايه تجرم؟ تحولها لجريمة. يعني تجرم ايه بقى؟ تجرم تلويث البيئة. يعني حضرتك لو لوثت البيئة يحصل لك ايه؟ تتكلبش، تتمسك، تتسجن، تمام، تتعرض للعقوبة. حلو جدا. قال لحضرتك طبعا بما فيها من وضع غرامات لمن
يعتدي على البيئة. طيب مستر معلش حضرتك قلت لي كده كل مرحلة من دول ظهرت في ايه؟ ما تكمل جميلك معايا للاخر لحد مرحلة الاحترام والصون. حاضر يا سيدي، عينينا ليك، ما نقدرش نكسر لك كلمة. المرحلة دي ظهرت في العصر انهي بقى؟ الراهن. مش احنا قلنا الفلسفة التطبيقية لسه جديدة؟ لسه ظاهرة معانا في العصر الحالي؟ ما هي الفلسفة التطبيقية دي هي اللي خلت عندنا اصلا الاحترام والصون. شفت كل حاجة مربوطة ببعضها ازاي؟ ما الفلسفة التطبيقية وجودها هو اللي خلى عندنا احترام وصون. صح؟ صح. حلو جدا. طب هتقول لي يا مستر اصل انا لسه برضه بنزل الاقي الزباله في الشارع والاقي الدنيا الناس بتصطاد الحيوانات والمقالب الزباله والكلام ده كله. اقول لك يا ابني والله يعني دي مش قصتنا. هو المفترض ان احنا نبقى في العصر الراهن، المفترض ان حضرتك تبقى في مرحله الاحترام والصون. زي ما طبعا في قوانين كتير جدا دوليه كمان بتجرم ان انت تلوث البيئه وان انت تيجي على البيئه. تمام؟ ده بيتنفذ بقى وما بيتنفذش، احنا المهم ان احنا بندرس اللي المفروض بيحصل. تمام؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا مراحل تعامل الانسان مع البيئه، وطبعا سايبها لك بشكل محترم جدا وتحتها المفاتيح بتاعتها في مراحل العلاقه الجدليه بين الانسان والبيئه. عند حضرتك هناخد دلوقتي نقطه جديده بعنوان الفكر البيئي في الحضارات القديمه والحديثه. حلو. عند حضرتك الفكر البيئي، اول ناس ابتدوا يفكروا فكر بيئي كانوا الحضاره المصريه القديمه. طب حلو جدا. مستر الحضاره المصريه القديمه دي احترموا البيئه ازاي؟ قال لحضرتك احترموا البيئه عن طريق 4 حاجات. اول حاجه عملنا حاجه اسمها كتاب الموتى. لا حول ولا قوه الا بالله. مستر فيها مستر معلش بس اسمعني. عند حضرتك تاني حاجه اسمها تعويذه اعلان البراءه. وبعدين معاك يا مستر يا عم اسمعني. عند حضرتك تالت حاجه احترام مظاهر الطبيعه. حلو ده يا مستر. وعند حضرتك رابع حاجه تقديس نهر النيل. جميل جدا يا مستر. واحده واحده بقى. عند حضرتك اول حاجه قلنا كتاب الموتى. كتاب الموتى ده كان مجرد كتاب كده عباره عن صور ورسومات، كان بيرى فيه المصري القديم ان الحفاظ على البيئه ماله وسيله. يعني ايه وسيله؟ طريقه. طب طريقه لايه؟ عشان اتقرب من الاله. يعني عشان اقرب لربنا لازم احترم البيئه. حلو جدا، كلام جميل، ما نقدرش نقول حاجه. طب بعد اذن حضرتك كتاب الموتى ده انت شايف فيه كده. طب كمل جميلك بقى معايا وتعالى نشوف تعويذه اعلان البراءه. تعويذه اعلان البراءه من الاخر، وعشان ابقى جايب لك اللي هو ايه زي ما بنقول لك كده خلاصه الحدوته. خلاصه حدوته تعويذه اعلان البراءه دي هي تعويذه حضرتك زي ما انت بتؤمن بالبعث والخلود، المصري القديم كان مؤمن بالبعث والخلود، بس مش البعث والخلود بتاعك انت. ازاي؟ يعني المصري القديم كان عنده فكره كده ان هو لما يموت هيبعث. طب حلو جدا، هيبعث بقى يلاقي مين؟ قال لك هلاقي في وش الاله الاعظم. طب حلو، هقول له ايه بقى؟ هقول له السلام عليكم ايها الاله الاعظم. ده المصري القديم يعني في معتقداته، السلام عليكم ايها الاله الاعظم. قال لحضرتك ايه بقى؟ بعد القاء التحيه على الاله الاعظم لازم تخلي مسؤوليتك. اخلي مسؤوليتي من ايه يا مستر؟ لازم تقول له ان انت ما غيرتش اي حاجه في البيئه اللي هو خلقها. بمعنى ايه يا مستر؟ يعني مثلا المصري القديم كان بيقول له ايه؟ كان بيقول له لم اقم سدا امام الماء الجاري. ما عملتش سد ومنعت الميه اللي انت منزلها يا رب. حلو. لم اطفئ النيران المتأججة. يعني مثلا عند حضرتك في البراكين ما حاولتش اطفي البراكين، ما حاولتش حتى لو شفت مجرد حريقه ولعه صغيره قدامي كده ان انا ارش عليها شويه ميه اطفيها. ما عملتش اي حاجه وما غيرتش اي حاجه. يا مستر طب ما لو طفى النار هتبقى حاجه كويسه. هو يا سيدي ولا كان عايز يتدخل بالايجاب ولا كان عايز يتدخل بالسلب. ريح نفسك. هو كان فاكر ان الاله هيعاقبه لمجرد ان هو حاول تغيير الطبيعه. حلو كده؟ حلو. قال لحضرتك بقى طبعا ولم اصنع الفخاخ للعصافير، يعني ما صنعتش الفخ للعصفور عشان يقع في المصيده، ما عملتش اي حاجه في البيئه. فمن الاخر دي اخلاء ذمه اهو. اخلاء ذمه، اثبات براءه. انا بخلي ذمتي من اي حاجه حصلت في البيئه او اي تغيير، انا مش مسؤول عنه، انا ما عملتش حاجه. حلو كده؟ حلو. عند حضرتك النقطه اللي بعد كده احترام مظاهر البيئه او احترام مظاهر الطبيعه.
زي ايه مثلا؟ زي عباده الحيوانات. عارف هتيجي في السؤال تلاقيه بيقول لك ايه؟ هتيجي في السؤال تلاقيه مثلا بيقول لك آلهة المصريين القدماء بشكل عام، ودي معلومه ليك، هتلاقي الاله مثلا مصورينه في حاجه مثلا اللي هو ايه، مش عارف منقار كده، وجسم مثلا ايه، جسم حيوان وراس بني ادم، راس حيوان وجسم بني ادم، وهكذا. ده حتى ابو الهول اللي في الجيزه عند الاهرامات قال لك مش عارف الراس راس انسان والجسم جسم ايه، اسد. فهم كانوا متاثرين قوي بمظاهر الطبيعه ومنها الحيوانات. الحيوانات بس يا مستر؟ لا، وبقيه مظاهر الطبيعه زي مين؟ الشمس والقمر. اثبت لك؟ تعال اثبت لك. انت عارف الملك اخناتون؟ ايوه هو اللي جه على بالك. انت عارف الملك اخناتون جه قال لك انا هوحد وهعبد اله واحد. قلنا بس ده اخناتون عبادته بقت صح. قلنا له هتعبد مين؟ مين الاله الواحد؟ قال لنا قرص الشمس. قلنا له ايه ده؟ ايه الفصلان ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لحضرتك اصل قرص الشمس. هو اذا هنا تاثر بحاجه من ايه؟ من مظاهر الطبيعه. هو لقى الشمس متوهجه قوي، ولقى الشمس حاجه ضخمه قوي وعملاقه قوي وجباره وليها قوه وطاقه. قال لحضرتك ايه ده اكيد الاله. فقال لحضرتك انا هعبد اله واحد، بس عبادته كانت غلط بالنسبه لنا شويه عشان هو ايه؟ عبد الشمس. حلو. فاذا هو هنا من الاخر يعني تاثر بمظاهر الطبيعه. عند حضرتك رابع مظهر لتاثر المصريين القدماء او احترام المصريين القدماء للبيئه، اللي هو تقديس نهر النيل. هنا قدسوا نهر النيل لدرجه العباده وترتيل الاناشيد. عارف زي مين؟ تسمع عن قصه الملكه كليوباترا؟ اللي هي عملت ايه؟ راحت خدت الجميلات كلهم وقامت رميهم في النهر. قال ايه؟ تقربا للاله، يعني ان هي بتقرب لربنا او بتقرب للنيل بان هي قدمت له قربان. طب القربان ده ايه؟ اللي هو النساء الجميله كلها. فثبت لنا الاشكال دي. يلا ما علينا. طيب، فبالتالي طبعا هنا اللي عملته كليوباترا ان هي رمت النساء بتوع مصر الجميلات في النيل كلهم. فايه اللي حصل؟ هي هنا كانت عايزه تقدم قربان للنيل، او هي حتى لو كانت بتدعي، بس هي كانت بتدعي ايه؟ ان انا عايزه اقدم قربان للنيل عشان اتقرب منه وابقى محبوبه وابقى طبعا البركه تزيد معايا والكلام ده كله. حلو. وطبعا كانوا بيرتلوا له اناشيد ويعبدوا النيل والكلام ده كله. فالكلام ده كله اسمه تقديس نهر النيل. طيب، ملحوظه صغيره كده. جه كلم حضرتك عن الفيضان. اله مثلا اللي هو ايه؟ ان هو بيفيض علينا بكرمه. الضفاف بتاعته، ابتدى يكلمك عن ضفاف نهر النيل، ابتدى يكلمك عن الضفتين، ابتدى يكلمك عن الرواسب، ابتدى يكلمك عن الفيضانات. الكلام ده كله هو بيرمي الكلام ناحيه مين؟ نهر النيل. فساعتها حضرتك تختار له بعد اذن سعادتك تقديس نهر النيل. طب قال لحضرتك شمس، قمر، حيوانات، طور، بقره، بغل، ايا كان، حضرتك هتقول له ايه؟ احترام مظاهر الطبيعه. طب قال لحضرتك اصل انا بثبت براءتي، لم افعل، لم اقم، لم مثلا اقتل، لم اعمل اي شيء، اللي هو تعويذ اعلان البراءه. تمام؟ طب بحافظ على البيئه تقربا للاله، يبقى كتاب الموت. اتفقنا؟ اتقفلت الحته دي. يلا بينا على الحضاره اللي بعدها، وهي الحضاره العربيه الاسلاميه. وهنا كان عندنا 2 مفكرين. عند حضرتك مفكر اسمه ابن خلدون، وعند حضرتك مفكر اسمه ابن رضوان. نبتدي بالمصري ابن بلدياتنا. علي بن رضوان كان طبيب مصري. عمل ايه يا مستر في مجال البيئه؟ قال لحضرتك ده اول واحد اصلا قدم دراسه ايكولوجيه. يعني ايه يا مستر دراسه ايكولوجيه؟ يعني دراسه بيئيه، يعني مالها؟ تربط بين السبب والنتيجه. خد بالك عشان الكلام اللي بنقوله ده هتلاقي مدرسين كان ما بتقولوش. ايا كان يعني خليك معانا، وعايز حضرتك تفهم كل تفصيله. عايزك من الاخر فوق اي حد في الفلسفه والمنطق ان شاء الله. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب، عند حضرتك هو بيربط بين السبب والنتيجه، فبالتالي ابتدى يربط، درس تاثير البيئه والمناخ. المناخ ده اللي هو الطقس والحالات الجويه. بمين بقى؟ تاثيرهم على ايه؟ تاثيرهم على الامراض. مش هو كان طبيب؟ يبقى درس ايه؟ الامراض. ايه كمان؟ الاوبئه، زي مثلا وباء كورونا او وباء الطاعون. وايه تاني؟ والوفيات. حلو. يبقى بيدرس المرض والاوبئه والوفيات، الكلام ده كله. مثلا قال لحضرتك في السؤال حالات ضيق التنفس.
يبقى ايه؟ علي بن رضوان. قال لحضرتك مثلا البلهارسيا، الكورونا، الطاعون، الكلام ده كله، يبقى مين؟ علي بن رضوان. هو اللي درس تاثير البيئه والمكان على الاصابه بالامراض. اتفقنا؟ اتفقنا. عند حضرتك بقى ابن خلدون، هو طبعا عالم اجتماع في الاساس، وجنسيته تونسي. تمام؟ حلو. عند حضرتك بقى ابن خلدون عمل ايه؟ درس تاثير البيئه. برضه يا مستر ده بيقلد بقى؟ لا يا حبيبي، هو درس تاثير البيئه على حاجات تانية. درس تاثير البيئه على ايه؟ عد معايا. على المهن. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا مثلا على حسب البيئه اللي انا فيها هبقى شغال في مهنه كذا. مثلا انا قاعد في وسط بيئه مثلا بنستصلح في الخشب والحاجات دي وتجميع الاشياء والكلام ده كله، يبقى اطلع ايه؟ نجار. طب حلو. انا في بيئه مثلا او في حاره كلها ميكانيكيه، فبالتالي جدا هيبقى اقصى طموحي ان انا ابقى زي الاسطى بتاعي ميكانيكي. طب حلو. درس تاثيرها كمان على ايه؟ شكل المباني. ازاي؟ يعني مثلا في اوروبا عشان المطر كتير جدا، فتلاقي البيوت كلها مبنيه على شكل ايه؟ السقف بتاعها مبني على شكل مثلث او شكل هرمي كده. طب ليه؟ عشان المطر لما ينزل يوقع اهو. اهو تخيل مثلا ان ده شكل البيت معايا، فالمطر نازل فيقوم موقع المطر من هنا ومن هنا فما يخشش البيت. حلو. حلو. طب جميل جدا. درس تاثيرها كمان على ايه؟ على الملابس. يعني ايه يا مستر الملابس؟ قعد يفصل يعني جلاليب وحاجات من دي؟ لا لا لا، ملهاش علاقه. الملابس اللي هو ايه؟ قال لك مثلا ده انت بتلبس كذا بسبب ان البيئه بتاعتك كذا، تلبس كذا بسبب ان البيئه بتاعتك كذا، وهكذا. تمام؟ حلو. درس تاثيرها كمان على طبائع البشر. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا طبعي الكرم. ايه علاقه ده بالبيئه بتاعتي؟ قال لحضرتك مثلا يجي حد يقول لك مثلا ده الصعيد يا شيخ قهر الكرم. ليه؟ اشمعنى قلت الصعيد؟ ما الصعيد دي منطقه بيئه، صح؟ فهو ده اللي درسها. طيب قال لحضرتك الحاله المزاجيه. الحاله المزاجيه اللي هي ايه؟ قال لحضرتك مثلا لما الجو يبقى حر، الناس او في الصيف عموما بشكل عام الناس بيبقى فيهم بهجه وسرور وكلام من ده. فتلاقي مثلا في الصيف بنسهر لحد الفجر، ما يهمكش يا سيدي انا معاك عادي. فحضرتك سهران لحد الفجر ومبسوط وبص وعمالين بنهلل بقى، والخروجات والسينما والفسح الكلام ده كله في الصيف. لكن تيجي في الشتاء كل البيبان بتتقفل من الساعه 10 ولا الساعه 9 كمان، ولا بعد العشاء حتى، وخلاص كله تحت البطانيه. حلو. حلو. عند ابن خلدون كمان درس اخر حاجه، واللي هي وجود بيئات صالحه وغير صالحه للعمران البشري. ابن خلدون قال لحضرتك ده في بيئات تصلح للعمران. العمران ده اللي هو ايه؟ الحياه فيها يعني، او العيش فيها. في بيئات تصلح وفي بيئات لا تصلح. حلو كده يا سيدي؟ حلو. عند حضرتك اهو دي كده كانت الحضاره العربيه الاسلاميه. تمام؟ ودي الجزئيه بتاعتها يا سيدي في الملزمه اهي عند حضرتك. خلاص؟ تمام؟ اهو. عند حضرتك طبعا الفكر البيئي في الحضاره العربيه، علي بن رضوان. تمام؟ طبيب وفيلسوف مصري. درس اهو انتشار الامراض، تكون الاوبئه وظهورها. وطبعا درس كمان حاجه مهمه اللي هي اخلاق المصريين. اخلاق المصريين دي اللي هي ايه؟ درس تاثير البيئه على اخلاقنا احنا كمصريين. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو. عند حضرتك طبعا قال لك كما كان علي بن رضوان هو صاحب اول دراسه ايكولوجيه بيئيه تربط بين الاسباب والنتائج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا يربط لك ظهور الغيوم في السماء بقدوم الامطار. قال لحضرتك عبد الرحمن بن خلدون فيلسوف وعالم سوسيولوجي مؤسس علم الاجتماع وجنسيته تونسي. درس علاقه المناخ والبيئه على او تاثيرهم على اشكال المباني، الملابس، الطباع والعادات، الحاله المزاجيه، المهن، كما اكد على وجود بيئات صالحه وغير صالحه للعمران البشري. دي طبعا كانت لحد الجزئيه بتاعه الحضاره العربيه، ويلا بينا نكمل على الحضاره الغربيه ومفكرين الغرب. اهو تعالى كده ناخد الحضاره الغربيه في الفكر البيئي. واحنا هنا برضو كان عندنا 2 مفكرين غرب، اللي هم طبعا ألدو ليوبولد. يا مستر كميه الحاجات اللي فيها دال دي معلش استحملني. ألدو ليوبولد. وكان عند حضرتك عالم تاني اسمه هانز يوناس. مش فليك يا ابني، فليك ده بتاع برشلونه. ركز معايا هنا، اسمه هانز يوناس. خلاص يلا بينا نبدا. هنكمل دلوقتي يا شباب مع بعض دور المفكرين الغرب في فلسفه البيئه. حضرتك كان عندك زي ما قلنا 2، ألدو ليوبولد وهانز يوناس. طيب هانز يوناس او ألدو ليوبولد
ابتدى الاول عمل ايه الدو ليوبولد؟ الدو ليوبولد قال لحضرتك ان انا عندي مذهب جديد شويه. احنا شويه اتكلمنا عن تاثير العلماء المسلمين، وشويه اتكلمنا عن الحضاره المصريه القديمه، وشويه اتكلمنا عن احترام البيئه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا عندي مذهب جديد حديث على الاخر. ازاي بقى يا عم الدو ليوبولد؟ تعال اقول لحضرتك ازاي. عند حضرتك بولد زي ما بنختصر كده في اسمه، عمل لحضرتك مذهب اسمه اخلاق الايه بقى؟ اخلاق الارض. شفت القافيه؟ الدو ليوبولد اخلاق الارض. حلو كده يا سيدي، غنيها يا سيدي. حلو. اخلاق الارض دي قال لحضرتك هو عايز يعمل فيها ايه؟ عايز يغير فكر الانسان. عايز يغير فكر الانسان، بدل ما هو مستعمر، لا هو عايز يخليه مجرد عضو هادئ في البيئه. يعني من الاخر بيقول لحضرتك انت انسان زيك زي بقيه مخلوقات البيئه. يعني من الاخر حضرتك كانسان مش مستعمر، حضرتك مش سيد الارض دي. حلو. تعالى كده يا سيدي ناخد الدو ليوبولد بنظره متوسعه شويه اهو. الدو ليوبولد قال لحضرتك انا عايز تغيير ايديولوجيه الانسان. وانا متفق مع حضرتك من الترم الاول ان ايديولوجيه معناها فكر الانسان. عايز اغير ايديولوجيه الانسان اهو. خلينا نكتب لك هنا الانسان من ايه الى ايه بقى؟ من مستعمر الى عضو منسجم مع مخلوقات البيئه. يعني من الاخر انت الدو ليوبولد شايف الانسان سيد الارض؟ لا، هو شايف الانسان عضو هادئ. كل اللي عليك يا عم الانسان ان سعادتك بعد اذن حضرتك خليك عيش هادي جدا، عيش زيك زي بقيه المخلوقات. تمام؟ طيب كان عنده نقطه كمان الدو ليوبولد، قال لحضرتك بدل ما انت عمال بتتكلم عن الحيوانات وعن الاجيال القادمه وعن لا، بعد اذن حضرتك انا سميتها لك اخلاق الارض. ليه؟ عشان انا بعمل كده حاجه اسمها توسيع ايه بقى؟ توسيع نطاق الاخلاق، توسيع دايره الاخلاق. يبقى مين اللي وسع نطاق الاخلاق؟ اللي وسع نطاق الاخلاق ودايره الاخلاق البيئيه هو الدو ليوبولد. قال لحضرتك لازم يكون عندك احترام للبيئه كل عناصرها. زي ايه؟ زي الحيوان، زي النبات، زي التربه، زي الهواء. ما تلوثش الهواء، ما تلوثش التربه، ما تلوثش النبات، ما تاذيش الحيوان، الكلام ده كله. خلاص يا سيدي؟ خلاص. يبقى ده كده بالمختصر المفيد المذهب بتاع الدو ليوبولد. قال لحضرتك الانسان مش سيد على الارض ولا حاجه. لا يا سيدي، ده الانسان عضو هادئ والمفروض ان هو يعيش. اكد على ضروره الحياه في انسجام بين اعضاء الكون اللي هم اعضاء الارض يعني. خلاص كده يا سيدي؟ خلاص. ده كده يا عم باختصار عمك الدو ليوبولد. عند حضرتك الاستاذ هانز يوناس. شفت كده؟ الاستاذ هانز يوناس عمل ايه؟ عمل حاجه اسمها اخلاق المسؤوليه. حلو الكلام ده، شكل المذهب ده حلو يا مستر. قال ايه في اخلاق المسؤوليه؟ قال لحضرتك ان الانسان هو المسؤول عن البيئه لانه الكائن الاكثر وعيا. هو الكائن الاكثر وعيا. طب حلو جدا. هنا كده وناخد في سبوره المذهب بتاع هانز يوناس. الاستاذ هانز يوناس عمل ايه؟ عمل لحضرتك حاجه اسمها اخلاق المسؤوليه. واخلاق المسؤوليه دي بتقول لحضرتك ان انت يا انسان المسؤول عن المستقبل وحقوق الاجيال القادمه. حقوق الاجيال القادمه، سمعت الجمله دي فين قبل كده؟ حقوق الاجيال القادمه دي اللي هي ايه؟ كانت في دعوات ومقترحات الفلاسفه للحفاظ على البيئه، صح؟ طب حلو. قال لحضرتك ليه بقى؟ لان الانسان هو الاكثر وعيا، فبالتالي مين يتعاون مع مين؟ جرب كده.
الحيوان تروح يتعامل مع الانسان، ولا الانسان بدوره ان هو الكائن الاكثر وعيا يعني يروح يتعامل مع الحيوان وبقيه المخلوقات؟ طبعا الانسان. يبقى الانسان هنا هانز يوناس اكد على ضروره تعاونه. هيتعاون مع مين؟ مع باقي الكائنات. هانز يوناس قال لحضرتك جمله حلوه قوي، قال لحضرتك خد بالك، انا قلت لك ان انت يا انسان المسؤول، حصل، وانت الاكثر وعيا، حصل، وانت اللي لازم تحافظ على الاجيال القادمه وحقوق الاجيال القادمه واوعى تهدرها، برضه حصل. طب حلو جدا. هل المسؤوليه دي او كلمه المسؤوليه دي مش احنا كنا دايما نسمعها ان هي مسؤوليه الاباء والامهات والكبار؟ لا، قال لحضرتك المسؤوليه مالها يا عم هانز؟ مسؤوليه ليست ابويه فقط، بل هي مسؤوليه كل انسان. حلو الكلام ده؟ حلو. يعني حضرتك المسؤوليه دي مش على الناس بس اللي هم اللي ماسكين البلد او حتى الاباء او الامهات بس او الوالدين بس، لا حضرتك ده انت شخصيا كانسان عايش في البيئه انت مسؤول. انا مسؤول يا مستر، انا في سني ده مسؤول، ده انا لسه في اولى ثانوي، مسؤول. مسؤول ان حضرتك ما تبوظش البيئه، مسؤول ان حضرتك ما تضرش الكائنات اللي حواليك، مسؤول ان حضرتك لو لقيت حاجه انت ممكن تهدرها ما تهدرهاش، حافظ عليها للاجيال اللي جايه، حافظ على نظافه الكوكب. حلو، جميل جدا. يبقى ده كده مذهب هانز يوناس بشكل مختصر وبشكل اللي هو ايه، يجيب معاك من الاخر. خلاص كده يبقى احنا هنا عندنا خدنا الحضاره المصريه القديمه، خدنا مظاهر احترام المصري القديم للبيئه، حضرتك خدت عندك هنا الحضاره العربيه الاسلاميه اللي هي ابن خلدون وابن رضوان، حضرتك خدت عندك برضو الحضاره الغربيه اللي هم المفكرين الغرب ألدو ليوبولد والاستاذ هانز يوناس. خلاص يا سيدي، خلاص. تعالى برضو بص ايه عليهم في الملزمه كده، يلا بينا. عند حضرتك الفكر البيئي عند فلاسفه الغرب اللي هم ألدو ليوبولد وقلنا هانز يوناس. ألدو ليوبولد عمل اخلاق الارض، قام بتوسيع نطاق اهو دائره الاخلاق لتشمل كل ما في الارض زي النبات والتربه والهواء والحيوان وكله. رفض فكره المركزيه البشريه على الارض، بل راى ان الانسان ليس مركز الكون، بل الكون به عده عناصر واعضاء يجب لهم العيش كشركاء، يعني ينسجموا سوا، لا يتميز طرف فيهم عن الاخر. الانسان جزء لا يتجزأ من الكون وعليه احترام كل ما فيه، وده كان وفقا لوجهه نظر مين؟ هانز يوناس، عفوا ألدو ليوبولد. بولد برضه طالب بتغيير الفكر الانساني من مستعمر الى عضو هادئ. هيجي يسال سعادتك مين اللي طالب بتغيير منظومه او المنظومه الايديولوجيه للانسان؟ هتقول له مين؟ برافو عليك، ألدو ليوبولد. اوعى تسرح. طيب كمل معايا كده ونوصل للاستاذ هانز يوناس. عند حضرتك الاستاذ هانز يوناس قال لك اخلاق المسؤوليه وحقوق الاجيال القادمه، وضع مذهب اخلاقي لاحترام حقوق الاجيال القادمه واطلق عليه اخلاق الايه؟ المسؤوليه. اكد هانز يوناس ان الانسان هو المسؤول ووضع المسؤوليه على عاتقه، يعني على كتفه، تمام؟ لانه الكائن الاكثر ايه؟ وعيا، فهو من يجب عليه التعاون مع باقي الكائنات الحيه وليس العكس. وضع مذهب اخلاقي لاحترام حقوق الاجيال القادمه. طبعا اكد يوناس ان المسؤوليه ليست ابويه فقط، بل هي واجبه على كل انسان، واكد على ضروره عدم استنزاف الموارد بشكل مبالغ فيه، وان احنا لازم نحافظ عليها للاجيال الايه؟ المقبله. عند حضرتك قال لك هنا كده عندك نموذج تطبيقي عشان نوفق بين الاخلاق او للاخلاق البيئيه كاساس للتنميه وعلاقتها بالفلسفه. ايه علاقه الاخلاق البيئيه بالفلسفه؟ تفتكر ايه العلاقه؟ احنا عمالين بندرس علم تاني اصلا وحاجات تانية اصلا بعيده كل البعد عن الفلسفه اللي كنا بندرسها في الترم الاولاني، صح؟ قال لحضرتك اصل الفلسفه البيئيه دي جزء من الفلسفه، لان فلسفه البيئه اصلا جزء، او اخلاق البيئه جزء من علم البيئه. اهو قال لحضرتك تساهم الاخلاق البيئيه في توعيه الافراد والمجتمعات بكيفيه التعامل مع مواردهم الطبيعيه، الموارد الطبيعيه بتاعتهم ازاي نتعامل معاها، وعايزه كمان تفهمنا ازاي نستغلها الاستغلال الامثل بما يحافظ على نصيب الاجيال القادمه. اهو ده جزء من الفلسفه. مش عند حضرتك مفكر هانز يوناس قال لحضرتك او وضع لحضرتك مذهب لاحترام حقوق الاجيال القادمه؟ حصل. طب ده اصلا مش هانز يوناس ده فيلسوف؟ واتدخل في اخلاق البيئه ليه؟ عشان هو فيلسوف ومفكر، فبدوره اتدخل في اخلاق البيئه. فاذا هنا هو بيوري لحضرتك ان فلسفه البيئه ايه علاقتها بالفلسفه عموما، او الاخلاقيات البيئيه ايه علاقتها بعلم او الفلسفه. تمام؟ عند حضرتك قال لك الاخلاقيات البيئيه فرع من علم الفلسفه البيئيه.
يدرس العلاقه الاخلاقيه بين الانسان وبيئته مما يؤكد على ارتباطه او ارتباط علم البيئه بعلم الاخلاق. قال لي حضرتك خليك ناصح بقى، الاخلاقيات البيئيه فرع من علم الفلسفه البيئيه، يدرس العلاقه الاخلاقيه بين الانسان وبيئته مما يؤكد على ارتباطهم ببعضهم البعض. يعني ايه الكلام ده برضه يا مستر؟ زي ما قلت لك طبعا الاخلاق البيئيه جزء من علم البيئه، فبالتالي علم البيئه ده اصلا علم يمت لمين؟ للفلسفه، فالاخلاق البيئيه بقت تبع مين؟ الفلسفه. خلصت؟ خلصت. طيب عند حضرتك حته ودي مهمه جدا جدا جدا، خد بالك. عند حضرتك 3 توجهات للاخلاقيات البيئيه. عند حضرتك توجه اول وده بنقول عليه نفعي واقعي عملي، وتوجه تاني بنقول عليه بيئوي وخضري ومثالي. خضري ايه؟ بتاع خضار يعني؟ لا، خضري ده اللي هو ان هو عايز البيئه كويسه. تمام؟ حلو. عند حضرتك توجه ثالث وسطي توفيقي بيحاول يوفق بين الاثنين. طب تعالى كده نسمع. دول يا سيدي 3 اصحاب. واحد بتاع مصلحته قوي، سمي ده يا سيدي المصلحجي. ايه رايك في الاسامي دي؟ المصلحجي. والتاني ده عم الشيخ، اللي هو اللي بيبقى عامل شيخ في شلتكم ده. حلو حلو. وخلي لك التالت يا سيدي اسمه كابتن توفيق. الله ينور عليك. صاحبك المصلحجي اللي دايما شايف ان الحاجه عشان قيمتها وعشان نفعها، تمام؟ قال لحضرتك ده بيدافع عن البيئه كوسيله لمنفعه البشر، وبيدافع عن بقاء الانواع بغرض تحقيقها لمصالحنا بس. يعني الحاجه دي لو هتحمي مصلحتي تمام، طب لو مش تحمي مصلحتي انا مالي، ما تولع. يا عم ازاي؟ ده البيئه هتنهار. يا عم البيئه دي هتحقق مصلحتي لو حافظت عليها. هي لا، مش شرط تحقق مصلحتي، يبقى خلاص بلاها، مش عايزها. يبقى ده طبعا صاحبك الايه؟ المصلحجي، اللي هو التوجه الكام الاول. مهم جدا الترتيب. التوجه الاول اللي هو ايه؟ المصلحجي، اللي هو توجه نفعي، توجه واقعي، توجه عملي. انا عايز الحاجه لو حققت لي نفع يبقى تمام، ما حققتليش خلاص. زي ايه؟ زي حمايه الاعشاب لفائدتها الطبيه، ان انا بحمي الاعشاب ان هي ما تتلوثش وان هي ما تتدمرش وان هي ما تتقطعش قبل نضوجها وان هي تبقى جاهزه، تمام؟ عشان بس بتعالجني طبيا. طب الاعشاب دي لو ما بتحققليش فايده طبيه خلاص تولع. حلو، ده كده الاتجاه الاول. عند حضرتك بقى صاحبك الشيخ، اللي هو اللي دايما يقول لك لا وما ينفعش ويصح وما يصحش، يجوز ولا يجوز. طيب الكلام ده بقى قال لحضرتك التوجه الثاني ده عم الشيخ ده بيدافع عن النظام البيئي كقيمه جوهريه. قال لك ده هو في حد ذاته بقيمه. يا عم ازاي؟ ايه مصلحتي منه؟ قال لك يا سيدي مش لازم يبقى ليك مصلحه، انت ايش فاهمك انت؟ حلو. يبقى هنا هو بيقول لحضرتك ان هي ليها غايه في حد ذاتها، مما يفرض علينا الامتناع عن الحاق الضرر بها باعتباره واجبا اخلاقيا علينا. اللي هو دايما عنده اخلاق، دايما شخص مثالي. عشان كده قلنا ده توجه ماله مثالي، توجه ماله خضري، توجه ماله بيئوي، يعني بيبص لمصلحه البيئه بغض النظر عن اي مصالح اخرى. طيب زي ايه؟ زي فلسفه ارني نايس. في فيلسوف اسمه ارني نايس، وده بالمناسبه كان في جوه المنهج ده بتاع حضرتك، بس هو طبعا اتشال عشان يعني ده كان في المنهج القديم بتاع ثالثه ثانوي، وطبعا حضرتك عارف ان هو نزل لك هنا فشالوا لك عده اشياء منها ارني نايس. ارني نايس ده كان واضع مذهب كامل اسمه الايكولوجيا العميقه، وكويس ان هو اتلغى من عندك. هو كان مذهب بسيط وسهل وبيتشرح على طول، بس حضرتك بس ايه كده. فلسفه ارني نايس في احترام القيمه الذاتيه للكائنات الحيه. فلسفه ارني نايس كان بيقول لحضرتك احترم الحاجه لاجلها. يا عم نايس، طب دي مش هتعمل لي اي حاجه. قال لك مالكش دعوه، هي ليها قيمه في حد ذاتها. خلاص حلو. ده مثال على التوجه الثاني. طبعا ارني نايس ده مش عليك حفظ، ده مثال بس. خلاص. التوجه الثالث توجه وسطي، هو ده بقى كابتن توفيق. شفت الشله اللي فيها 3؟ 2 صحابه عكس بعض، والثالث 24 ساعه بيحاول يحل بينهم، بيحاول يوفق بينهم ويصالح بينهم. قال لك يا سيدي انا هحاول التوفيق بين وجهتين النظر بتاعتكم، حيث يدعو الى العيش مع باقي الكائنات جنبا الى جنب، وعدم تدمير الطبيعه لتجنب المخاطر والخلل في التوازن البيئي. زي محاوله العديد من الفلاسفه البيئيين في اقامه التوازن البيئي لتحقيق منفعه الانسان وفي نفس الوقت احترام البيئه. مش هنا واحد قال لك انا هحترم البيئه عشان بس الحاجه اللي تحقق لي مصلحتي بس اللي هحترمها والباقي يولع؟ واحد تاني قال لك لا ده انا هحترم البيئه بس لاجلها. ده قال لك لا انا هحقق مصلحتي وفي نفس الوقت مصلحه مين؟ البيئه. وبذلك المنطلق في التوجه الثالث فإن هناك مجموعة من القيم والمعايير. في شوية معايير حسب التوجه الثالث، في شوية معايير لازم نلتزم بيها والواجبات.
يجب الحفاظ عليها للحفظ او لحفظ الحياه الطبيعيه والبريه والحفاظ على البيئه. طبعا التوجه الثالث زي ما حضرتك قال لك حاول يوفق بين الاثنين، حاول يوازن بين مصلحه الانسان وبين مصلحه البيئه، فحط لحضرتك شويه معايير وشويه شروط. ايه هم؟ اول حاجه قال لحضرتك معيار تنميه الوعي البيئي، لازم توعي الناس وتوعي الانسان عموما توعيه بيئيه. ليه؟ لازم تكون عنده رؤيه صحيحه عن البيئه بما يحقق الدور الايجابي للانسان في تعمير الارض. يعني الانسان لو عنده وعي، الانسان لو عنده الوعي والفهم بالبيئه وبالارض وبالكون، هيبتدي ايه؟ يحافظ عليها ويعمرها صح. تمام؟ حلو. عند حضرتك تاني شرط او تاني معيار اللي هو تنميه وتكوين القيم والاتجاهات والمهارات البيئيه. ازاي يعني يا مستر؟ هو عايز من الاخر خالص يقيم او ينمي عندك الاتجاهات والقيم البيئيه عشان حضرتك ما تروحش تلوث البيئه، وعشان كمان تستغلها، لما تستغلها بصوره نافعه. تمام؟ ولا تيجي على البيئه ولا في نفس الوقت تيجي على نفسك. احنا اتفقنا ان التوجه الثالث بمعاييره كلها بيحاول يعمل ايه؟ يوفق بين المصالح. حلو. ثالث حاجه والاخيره هنا تنميه القدره على تقويم برامج التربيه والتعليم المتصله بالبيئه. عايزين نخلي في برامج تربيه وتعليم متصله بالبيئه، ولازم توعي الطلبه جوه المدارس بالبيئه. ازاي يعني؟ عشان نوجد توازن بين العناصر الاجتماعيه والاقتصاديه والبيولوجيه المتفاعله في البيئه لما فيه مصلحه المجتمع الارضي. مستر ما فهمتش الحته دي. واحده واحده كده، هو بيقول لحضرتك من الاخر احنا عايزين المناهج الدراسيه والناس جوه مؤسسات التربيه والتعليم يبقى عندهم توعيه للطلبه بتوعهم بان احنا ازاي نوفق بين عناصر الطبيعه عشان نحصل افضل نتيجه للبيئه. بس كده يا سيدي. ودي كانت المعايير الثلاثه بتوع التوجه الثالث. خلصنا موضوع الاول اللي هو فلسفه البيئه، وده كان الموضوع الاول في الوحده الاولى من الفلسفه. هنبتدي دلوقتي في موضوع سهل وبسيط وباذن الله مش هياخد مننا وقت، وهو موضوع رؤيه الفلاسفه للاخلاق البيوطبيه او كما يقال البيوتيقه. يلا بينا نبدا. سمي الله. عند حضرتك طبعا اول معلومه بيديها لك هي الاخلاق التطبيقيه. مش قلت لك ان الاخلاق التطبيقيه مكمله معانا في 3 موضوعات؟ خلصنا موضوع منهم اللي هو فلسفه البيئه. تعالى بقى لفلسفه البيوتيقه. عند حضرتك الاخلاق التطبيقيه طبعا قال لك هي فرع جديد من فروع الفلسفه تهتم بدراسه المشكلات الناتجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي في جميع المجالات، وده طبعا احنا عرفناه في الموضوع الاول. عند حضرتك بقى الاخلاق البيوطبيه. يعني ايه بقى اخلاق بيوطبيه؟ يعني ايه كلمه بيوتيقه اصلا؟ واحده واحده كده. وهنا ربط لك الفلسفه وربط لك الطب، عمل لك ميكس بين الاثنين، بين فلسفه الاخلاق او الاخلاق التطبيقيه والطب، عمل لك ميكس بين الاثنين، قام مطلع لك ناتج نهائي اسمه البيوتيقه. طب حلو. البيوتيقه دي هو فرع او هي فرع من الاخلاق التطبيقيه بتهتم بدراسه المشكلات الناتجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي برضه، بس في مختلف المجالات وشتى المجالات؟ لا، ده طبعا في مجال الطب والبيولوجيا بس. وقد استخدم مصطلح البيوتيقه لاول مره سنه 1970 على يد عالم امريكي اسمه فان بوتر. فان بوتر كان شايف ان البيوتيقه سماها علم البقاء. طبعا اهو من قبل فان بوتر عندما اطلق عليها علم البقاء، لانه شعر طبعا بالتفاوت. قال لحضرتك هانز يوناس او فان بوتر كان عنده شعور بالتفاوت، يعني بالتباعد بين التقدم الطبي والفكر الاخلاقي، عشان كده كان عايز يوفق بينهم، وحس ان الطب اتقدم قوي بدون اخلاق. هم نسيوا دور الاخلاق اصلا مع التقدم ده، فبالتالي طبعا حاول يحط لها عده معايير وعمل رؤيه كامله لفلسفه البيوتيقه او فلسفه الطب. حلو كده، او اخلاق الطب عموما. عند حضرتك البيوتيقه عندنا ليها 3 مجالات. بندرس البيوتيقه من خلال 3 مجالات، اللي هم المجال الاول مجال اخلاق العياده. عند حضرتك تاني مجال اسمه اخلاقيات او اخلاق البحث العلمي. عند حضرتك تالت مجال اسمه اخلاقيات السياسه الصحيه. واحده واحده بقى كده، وتعالى نفهم يا سيدي ايه الفرق بين ال3 مجالات اللي بيخصوا البيوتيقه او الاخلاق الطبيه. عند حضرتك اول حاجه اخلاق العياده، وخلينا الاول ايه نغير لك لون القلم كده عشان نخلي لك سبورتك جميله. يلا بينا، يلا. عند حضرتك اخلاق العياده. اخلاق العياده بتهتم بالجدل الطبي. ليه بقى؟ هي بتساعد
الطبيب. بتساعد الطبيب في ايه يا مستر؟ بتساعد الطبيب في اتخاذ القرارات اللازمة نحو المريض. يعني مثلا طبيب مش عارف يعمل ايه في الحالة دي للمريض، مين اللي تساعده؟ اخلاق العيادة. حلو كده؟ حلو. طيب حاجة كمان، دي بتضمن الثقة بين الطبيب والمريض، زي مثلا حفظ اسراره. فعشان كده هنا بيبتدي المريض يعمل ايه؟ بيثق في الطبيب. حلو جدا. عند حضرتك كمان حاجه، عارف اخلاق العياده دي زي ايه؟ مثال عليها مثلا القسم اللي هو بتاع شرف المهنه، اللي هو اقسم بالله العظيم ان ابذل جهدي لتخفيف مثلا الام المرضى، والقسم اللي بيقوله الطبيب عشان يؤدي مهنته، تمام؟ واحفظ اسراره واحفظ رعايته والكلام ده كله. كل ده ما يخص اخلاق العياده، هو من الاخر حاجه بين الطبيب والمريض، هي دي اخلاق العياده. طب عند حضرتك بمنتهى البساطه بقى، ونخش على الجزء الثاني اللي هو اخلاق البحث العلمي. خلينا اكتبها لك كده عشان ايه؟ خلاص. اخلاقيات البحث العلمي، قال لحضرتك احنا عارفين ان بيتم الابحاث وبيتم تجارب في مجال الطب. طب الابحاث والتجارب دي بتتم على مين؟ على المرضى، يعني على البني ادمين، بس لازم يكون فيها معايير. يبقى اخلاقيات البحث العلمي بتخص الابحاث والتجارب اللي بتتعمل على المرضى، لازم نحط فيها ايه؟ لازم نحط فيها شويه معايير. مين اللي هيحط المعايير دي والشروط دي؟ طبعا الفلاسفه. الفلاسفه دول اللي هم متمثلين في ايه؟ في لجان اخلاقيه. طب واللجان الاخلاقيه دي دورها ان هي تعمل ايه؟ تضع بروتوكولات. البروتوكولات دي اللي هي ايه؟ اللي هي المعايير. ايه رايك في الرسمه دي؟ اهو الاخلاق او الابحاث والتجارب اللي على المرضى لازم لها شويه معايير. فالمعايير دي مين اللي بيحطها؟ الفلاسفه. الفلاسفه دول بيبقوا في ايه؟ في تشكيل لجان اخلاقيه. الفلاسفه دول بيشكلوا لجان اخلاقيه. اللجان الاخلاقيه دي بتعمل ايه؟ بتحط بروتوكولات اللي هي انظمه، اللي طبعا بتنظم التجارب والابحاث على المرضى. طب الانظمه والابحاث والحاجات والمعايير دي اسمها المعايير الطبيه، اللي احنا طبعا بنطبقها في اخلاقيات البحث العلمي. حلو كده يا سيدي؟ حلو. خلينا اضيف لك معلومه بعد اذنك في اخلاق العياده. اخلاق العياده الهدف منها تحقيق المنفعه والخير للمريض، مما يعود عليه وعلى المجتمع بالخير. تمام؟ دي كانت ملحوظه كده في اخلاق العياده. انا قلت لك ووعدتك ان احنا مش هنسيب حرف الا ونقول. اتفقنا؟ اتفقنا. عند حضرتك ثالث مجال اسمه اخلاقيات السياسه الصحيه. اخلاقيات السياسه الصحيه دي اللي هي بتخص الحكومات. يا مستر ابتدينا نخبط. لا مش هخبط، ما تخافش. طيب دي بتخص الحكومات، ودي طبعا بتظهر في ان احنا لازم يكون عندنا عدل في توزيع الخدمات الصحيه. عدل ومساواه. حلو كده؟ حلو. ده معناه، وطبعا الكلام ده بيحصل. بيحصل. ماشي. عند حضرتك 3 مستويات لأخلاقيات السياسة الصحية. أول مستوى عند حضرتك اسمه الصحة العمومية، وعند حضرتك تاني مستوى اسمه منظومة العلاج. ثالث مستوى والأخير اسمه توزيع الموارد الصحية. خلاص يا سيدي، اتفقنا؟ اتفقنا. ايه الفرق يا مستر بين الثلاثة، واختار كل واحدة امتى؟ حضرتك الصحة العمومية دي، الصحة العمومية معناها العدل والمساواة في تقديم العلاج. زي مثلا حملات الوقاية،
اللي هي مثلا حمله 100 مليون صحه، خلاص، حملات الوقايه، حمله التطعيم ضد فيروس سي، الحاجات اللي تمت كلها دي اسمها ايه؟ صحه عموميه، حملات للجميع بدون طبعا تفرقه، طبعا في مساواه، صح؟ حلو جدا. يبقى دي حاجه اسمها الصحه العموميه، وده اول مستوى. اختارها امتى؟ لما قلت لحضرتك زي ما قلت لك حملات الوقايه، جه مثلا مثال وقال لحضرتك الوقايه خير من العلاج، يبقى الكلام ده بيتكلم في ايه؟ في الصحه العموميه. اتفقنا يا سيدي؟ اتفقنا. عند حضرتك تاني نقطه اسمها منظومه العلاج. منظومه العلاج دي اللي هي العدل. تقول لي يا مستر هو كل حاجه العدل؟ العدل هنا بقى في ايه؟ العدل في توزيع ونشر، اسمع الفرق، ونشر الخدمات والمؤسسات العلاجية زي المستشفيات والمستوصف والحاجات دي في المناطق النائية والريفية. يعني ايه يا مستر؟ يعني منظومة العلاج دي لازم تشملنا كلنا. منظومة العلاج دي لازم توفر لي مستشفيات في كل مكان، لازم توفر لي وحدات صحية في كل مكان. ما ينفعش تهمل منطقة لمجرد ان هي ريفية او منطقة بسيطة. يعني مثلا دلوقتي حضرتك عايش في مثلا في صفة اللبن سيتي، ما ينفعش حضرتك دي تخلو من طبعا الوحدات الصحية او الكلام ده، نظرا ان هي مجرد منطقة عشوائية. لا طبعا ما ينفعش. فدي حاجة اسمها منظومة العلاج. طيب خلينا في توزيع الموارد الصحية، وهو ثالث مستوى، اللي هي طبعا هيجي يقول لحضرتك بقى باختصار ايه؟ مستلزمات طبية، مثلا عنصر بشري او عنصر مادي زي مثلا ادوية، سرائر للمرضى، تمام، غرف، اطباء. لازم توفر الحاجات دي كلها طبعا عشان يكون عندك العدل في توزيع الموارد الصحية. 3 مستويات لاخلاقيات السياسة الصحية، لو اتبعناهم صح هنحط نظام صحي في البلد حرفيا بشكل متكامل. تمام؟ حلو. عند حضرتك قدامك اهو مجالات اخلاق البيوتيقة بالكامل او الاخلاق البيوطبية، احفظهم عندك، سجلهم سكرين شوت. خلصت؟ يلا بينا نكمل الموضوع بتاعنا. عند حضرتك النقطة اللي بعد كده بعض القضايا الناتجة عن الثورة البيولوجية، اللي هي طبعا زرع الأعضاء. أنا يا مستر بسمع عن الموضوع ده كتير بس أنا مش متابع، ممكن يا مستر تفهمني؟ تعالى كده أفهمك ونخليك تتابع. عند حضرتك في 4 قضايا بيشغلونا في زرع الأعضاء، وهم، تعالى كده نضيف صفحة هنا. عند حضرتك القضية الأولى اسمها زرع الأعضاء، ودي بتكون في حالة حياة المتبرع. عند حضرتك في قضية تانية اسمها زرع الأعضاء برضه يا مستر؟ بس دي بتكون في حالة وفاة المتبرع. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا مستر. عند حضرتك ثالث نقطة اسمها نزع الوسائل الداعمة للمريض، اللي هي اللي بتخليه على قيد الحياة، ودي بنسميها حاجة اسمها القتل الرحيم. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا مستر المقابر اللي احنا دخلنا فيها دي؟ اسمع يا اخي اسمع، ما انا جاي لك في الحلو اهو. اخر قضية اسمها قضية قيمة الحياة. ايوه كده يا مستر، بقى رجعني الحياة تاني. عمال تقول لي زرع الاعضاء في حالة الوفاة، وتجارة الاعضاء، وزرع نزع الوسائل الصناعية، والقتل الرحيم. ايوه كده رجعني الحياة تاني. تعالى بقى واحدة واحدة كده يا برنس نشوف الحاجات اللي فيها. طيب عند حضرتك اول قضية اسمها زرع الاعضاء. عند حضرتك حالتين. الحالة الأولى إن المتبرع يكون حي، وساعتها يجوز فقط زرع الأعضاء بأخذها من متبرع حي بشرط إن هي تكون قابلة للتجدد. اللي قابلة للتجدد بس يا ابني، مش الكليه مش قابله للتجدد. انت عندك 2 بس لو نزعت واحده لا قدر الله الثاني مش هتتجدد تاني، خلاص هتفضل عايش طول عمرك بواحده.
امال زي ايه يا مستر اللي قابله للتجدد؟ زي مثلا الكبد، لو نزعت جزء منه قابل للتجدد، مع الوقت هيتجدد تاني وهيرجع تاني سليم. خلاص؟ حلو. يبقى كده في حاله حياه المتبرع عادي يا مستر يتبرع؟ عادي، بس بشرط يتبرع بالاعضاء اللي قابله للتجدد تاني. خلاص؟ حلو. طب يا مستر في حاله ان هو متوفى، بعيد الشر عليك، تعالى كده نشوف. هنا بقى يجوز اتخاذ الاعضاء او استئصال الاعضاء القابله للزرع. هناخذها من مين؟ من حديثي الوفاه. اشمعنى يا مستر قلت لي من حديثي الوفاه؟ خدت بالك انت ليه؟ طب هنا عشان حديث الوفاه لسه الاعضاء شغاله. فهمت حاجه؟ يعني ما تجيبش واحد ميت بقاله 120 سنه وتقول يلا اما اخد من عنده حاجه. هتاخد من عنده ايه؟ ما خلاص اتحلل اصلا، كل سنه وانت طيب. لكن من الناس اللي حديثي الوفاه تاخد منهم الاعضاء اللي قابله للزرع. تمام؟ زي مثلا القلب، زي الكبد، زي الحاجات دي كلها. تمام؟ حلو. ربنا يبعدنا طبعا عن احتياج الكلام ده. طيب عند حضرتك بشرط ان انت تكون متاكد من وفاته. ايه ده يا مستر؟ ازاي يعني؟ ومن هنا بقى طرحنا سؤال جديد. هو المتوفى بيتوفى بمزاجنا؟ هتقول لي لا يا مستر ده بامر الله. يا اخي انا مش في قصدي كده. قصدي ان المتوفى هنا بيتوفى بوفاته كاملا ولا بوفاه جزء منه؟ ها خمن انت كده. الله ينور عليك. لا لا، مش بوفاته كاملا. ما ده الجديد بقى منه. قال لحضرتك في قضيه جديده ظهرت اسمها موت الدماغ. موت الدماغ دي قضيه جديده ظهرت بتطرح سؤال: هل يحدث الوفاه او هل تحدث الوفاه بوفاه الجسد كله ولا بوفاه الدماغ بس؟ هنا موت الدماغ بتفرض لحضرتك فرضيه ان الانسان يموت اذا مات عقله ومخه. مستر ده معناه ايه؟ ده معناه ان بالنسبه للقضيه بتاعت موت الدماغ وبالنسبه للعلماء والاطباء اللي ايدوها، ده معناه ان نهايه حياه الانسان ليست بموت جميع الاعضاء، مش شرط، مش ضروري يعني، وانما بانتهاء حياته المدركه. يعني مجرد ما الانسان مخه وقف خلاص، ما بيفكرش، خلاص الدماغ نفسه خلاص مات اكلينيكيا، الانسان يعتبر خلاص مات. حلو. زي ايه بقى مستر موت الدماغ ده؟ يعني مثلا لا قدر الله وبعيد الشر عننا كلنا، واحد كان راكب مثلا مكنه وقع على دماغه، وقع على الجزء ده كده. طب الجزء ده كده ممكن يأثر على المخ، فبالتالي الفرد من دول او المريض من دول، وربنا يحمينا كلنا ان شاء الله، بيفضل فاقد للوعي. هو مش حاسس باي حاجه وخلاص، هو ابتدى ايه؟ ما يفهمش اي حاجه وما يوعيش باي حاجه، والذاكره راحت والعمليات التفكيريه راحت، العمليات الفكريه والذهنيه راحت، كل حاجه في دماغه خلاص شكرا. مع ان بقيه اعضائه شغاله، بس ده كده خلاص اتاكد ان هو مات. بس هو لسه حي، لسه بيتنفس، خلاص هو هيموت خلاص. لان الدماغ مجرد ما مات والمخ مجرد ما مات، ما هو الدماغ ده والمخ ده هو اللي بيبعت الاشارات للقلب عشان يضخ الدم. فبالتالي الانسان هنا مات اكلينيكيا وفي انتظار بعيد بس اجهزته ما تقف، لان هي كده كده خلاص هتتوقف، وهتتوقف خلاص في مده ما فيش. تمام؟ لان المخ اللي بيديها الاشارات توقف وتعطل، فبالتالي حدث هنا موت دماغ، فبالتالي الانسان نفسه خلاص يعتبر توفى. فبالتالي هنا موت الدماغ لما بيحصل ساعتها برضو بيكون جائز، بما ان الانسان خلاص يعتبر توفى، فبيكون جائز برضو نزع الاعضاء القابله للزرع، وده طبعا بيكون بموافقات وحاجات شروط كتير. تمام؟ حلو. عند حضرتك ثالث قضيه بنطرحها سوا، اللي هي نزع الوسائل الداعمه للمريض. نزع الوسائل الداعمه للمريض دي اللي هي بنسميها القتل الرحيم. القتل الرحيم زي ايه؟ زي مثلا واحد مريض، وبعيد الشر علينا كلنا، مرض مزمن. انا عارف ان الباب ده كئيب شويه، بس خليك بس ايه يعني، وادعي كمان للاطباء يعني وانت بتتفرج على الشرح والكلام ده،
ادعي كمان للاطباء، هم مستحملين كتير، ويعني بص هم شايلين حرفيا مسؤوليات كبيره جدا. يعني ده بص انا اديت لك اجزاء بس منها، جالك حاله اكتئاب دلوقتي صح؟ طب حلو، كمل معايا كده. القتل الرحيم ده والعياذ بالله واحد مثلا مصاب بمرض مزمن، راح لدكتور قال له بعد اذنك يا دكتور انا خلاص انا يئست من حياتي، انا عايز انهي حياتي. الدكتور قال له لا حول ولا قوه الا بالله، ليه كده بس؟ فدكتور مثلا قليل الذمه قام عامل ايه؟ قام مديله قال له ده احلى سم، اتفضل يا عم احلى مسا عليك، خد السم ده مرتين قبل النوم، نام مش هتصحى. حلو كده يا سيدي، اهو وسيله اهو. طب هو اصلا هيحس بحاجه يا دوب، ده هيشرب سم ويخش ينام خلاص، بس مش هيصحى خلاص، هو مش هيحس، هو بيموت. طيب واحد مثلا لا قدر الله في غيبوبه، فهم يئسوا من حالته، فقاموا نازعين عنه الوسائل الاصطناعيه اللي مخليه على قيد الحياه. قالوا لك ده كده كده خلاص مفيش امل من شفائه، انزع الوسائل الداعمه له. عشان كده احنا مسمين القضيه ايه؟ نزع الوسائل الداعمه الاصطناعيه للمريض، اللي هو مثلا زي جهاز التنفس الصناعي، شيل خلاص عنه، افصل خلاص عنه الاجهزه دي، خلاص كده الانسان بالنسبه لي مات. يا عم ده لسه على قيد الحياه، لا بس انا بقول لك، انا كطبيب بقول لك مفيش امل في شفائه، فخلاص الانسان ده كده مات، انزع عنه الوسائل وخلاص على كده وامره انتهى. فاذا هنا دي قضيه مهمه جدا، ازاي تتحكم في حياه حد، ازاي تقول ان ده مات او ده ما ماتش. فطبعا ده هنا امر متناقض. ليه بقى؟ لان هنا هو مسمينه لك قتل رحيم، من ناحيه بيفرض انه يحافظ على كرامه الانسان، ومن ناحيه اخرى بمبدا العداله يجوز او ينبغي او يجب احترام كرامه حياه جميع البشر، المريض منهم واللي مش مريض، اللي في غيبوبه واللي صاحي، اللي فايق واللي نايم، لازم تحترم كرامه حياه البشر كلهم. فاذا هنا قضيه القتل الرحيم قال لحضرتك هنا ده امر ماله يعتبر امر متناقض، حيث انه يفترض ان هذا القتل الرحيم يحترم كرامه المريض اللي هو انهاء حياته بشكل ايه؟ رحيم شويه، ولكنه في الحقيقه هو غياب للرحمه الانسانيه، كما يتعارض مع مبدا العداله الذي يقتضي منا ان نتعامل مع الجميع بنفس الدرجه من الاحترام. فالمفترض هو التعامل مع المريض بالتعاطف وليس قتله. ليه بقى؟ حضرتك المفروض بدل ما المريض ده يجي لك يقول لك ده انا عايز انهي حياتي يا دكتور، تحسسه ان حياته ليها قيمه، وتحسسه ان في امل في شفائه. قال لحضرتك المريض لا يشعر، او المريض بيشعر انه لا مسلك من مرضه سوى الموت عند غياب التعاطف الانساني معه. يعني حضرتك اصلا لما المريض يجي لك عايز ينهي حياته تقول له ده انت تنهيها، ده اعز قرار قلته. ايه اللي انت بتعمله ده؟ حسسه ان في امل، اديله حاله نفسيه تشجعه على ان هو يتعافى من مرضه. المريض ما بيوصلش لحاله ان هو شايف ان مفيش فر من مرضه الا الموت غير لو انت حسسته بكده واللي حواليه حسسوه بكده، غير لو غاب التعاطف الانساني عنه. فالافضل من ان حضرتك تقتله قتل رحيم ظنا من حضرتك ان انت بتحافظ عليه او بتريحه، لا ده الافضل من كده ان حضرتك تتعاطف معاه تعاطف بمبدا الانسانيه. عند حضرتك رابع قضيه اسمها قيمه الحياه، ودي طبعا بتخص التجارب والمعامله القاسيه لمين؟ للمشوهين مثلا، للسجناء، لفاقدين الاهليه. ما ينفعش حضرتك لمجرد ان هو واحد مشوه او واحد معاق او واحد حتى مسجون، شوف لو مسجون يا اخي ما ينفعش تعمل عليه مثلا تجربه فتفقع له عينه، ما ينفعش مثلا تعمل عليه تجربه فتبتر مثلا جزء من رجله، الكلام ده كله ما ينفعش. ما ينفعش حضرتك تنتهك كرامته كواحد او كشخص او كانسان حي، صح؟ يبقى دي طبعا قضيه قيمه الحياه. وهنا طبعا تظهر قضيه قيمه الحياه، بيقول لحضرتك دي بتصير العديد من التساؤلات، منها هل الحياه قدسيه في حد ذاتها ولا في انسان ليه قيمه وفي انسان لا؟ اما هي حق، مجرد حق من حقوق الانسان، ومن هنا يلزم قواعد اخلاقيه جديده لتحقيق الثقه بين المريض والطبيب، والحفاظ على الحياه الانسانيه باعتبارها قيمه في حد ذاتها، والامتناع عن انتهاك كرامه الانسان واحداث التغييرات في الطبيعه الانسانيه، طبعا كاجراء التجارب على المشوهين والسجناء والاجنه. عند حضرتك اخر نقطتين في البيوتيقا وهم اسهل من بعض، وهجيبهم لك دلوقتي في سبورين
حاجات بسيطه جدا 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 بكلمات مفتاحيه من الاخر هتلاقيها في السؤال ايه، اختار ايه في الاجابه. حلو كده يا سيدي، حلو جدا. دلوقتي يا صديقي يلا ناخد اخر جزئيتين في البيوتيقا مع بعض على سبورتنا الجميله. عند حضرتك جزئيه اسمها عناصر الموافقه المستنيره. قال لحضرتك طبعا عشان الابحاث وعشان التجارب، فاكر اخلاقيات البحث العلمي؟ مش قلنا فيها الابحاث والتجارب؟ حصل. طب الابحاث والتجارب دي مش احنا قلنا لحضرتك ان هي لازم لها شويه معايير؟ طب من ضمن المعايير بتاعتها ان المريض اصلا اللي هيشارك في البحث والتجربه يبقى موافق. طب حلو جدا. عشان يبقى موافق ازاي تتاكد من موافقته وان موافقته كمان سليمه؟ عند حضرتك 5 شروط اسمها عناصر الموافقه المستنيره. عند حضرتك اول شرط اسمه الافصاح. تاني شرط اسمه الفهم او الفهم ايا كان. تمام؟ تالت شرط عند حضرتك اسمه الاهليه. رابع شرط عند حضرتك اسمه الطواعيه. وخامس شرط عند حضرتك اسمه الموافقه. خلاص؟ طيب نبدا واحده واحده كده، سمي بالله ويلا بينا. عند حضرتك الافصاح. ايه معنى كلمه الافصاح؟ لازم تبقى عندك او لازم تعمل حاجه اسمها اخبار المريض بكافه المعلومات. لازم حضرتك تقول للمريض ايه اللي هيحصل، لازم تقول له البحث ده عباره عن ايه، لازم تديله المعلومات الكافيه عن او بكافه المعلومات عن البحث المجرى عليه. لازم حضرتك تفصح، لازم حضرتك تخبره بكل المعلومات. حلو كده؟ طب حلو. حضرتك مثلا في بعض المعلومات قلتها له بالانجلش، او لغه مثلا هو مش فاهمها، او في معلومه طبيه هو مش فاهمها. ما وارد، ما هو المريض جاي لك، معلش هو جاي لك مثلا من مستشفى، مش جاي لك من المركز الثقافي الروسي، صح؟ حلو. فوارد جدا ان يبقى في حاجه هو مش فاهمها. طب حلو جدا. حضرتك بقى جه دور الفهم، ان حضرتك بتعمل حاجه اسمها شرح المعلومات وايصالها للمريض بشكل واضح. خلاص يا عم؟ حلو. يبقى حضرتك هنا افصحت حضرتك هنا افصحت، قلت له المعلومات. في معلومات هو ما فهمهاش، فابتديت تعمل حاجه اسمها الفهم. وخد بالك، هو يا مستر ضروري قوي يعني ان انا اعمل الافصاح والفهم دول؟ والله. خلينا كده نزود صفحه. ضروري يا مستر ان انا اعمل الافصاح والفهم؟ والله. طب يا مستر ليه بقى ضروري؟ الافصاح والفهم مالهم؟ يؤديان لايه بقى؟ لزياده ثقه المريض. هيثق في مين؟ في الطبيب. وهتؤدي كمان حاجه، ايمان المريض باهميه دوره في البحث. حلو كده؟ يبقى ان حضرتك تخبره المعلومات وتفهمها له كويس وبشكل واضح، ده هيؤدي حاجتين: المريض هيثق فيك انت كطبيب، وتاني حاجه المريض هيؤمن بدوره في البحث، ان انا ليا دور فعلا مهم في البحث. حلو كده؟ حلو. عند حضرتك تالت حاجه بعد كده الاهليه. لازم طبعا لما حضرتك تيجي تعمل تجربه او تيجي تاخد موافقه من مريض على تجربه او بحث علمي، لازم المريض ده يكون عنده عنصر مهم جدا اسمه الاهليه. بمعنى ايه؟ ما ينفعش حضرتك تروح تعمل تجربتك على معاق اللي هو فاقد للقدرات الذهنيه، اصلا هو مش حاسس هو بيعمل ايه. فلو قلت له تعالى يا حبيبي وهجيب لك بونبونايه، خلاص الموضوع خلص. طب ده في ضرر ليه؟ هو يعني هو اللي المفروض يقول لك لا، بس هو ما عندوش الوعي الكافي ان هو يقول لك كده. ما ينفعش تروح تعملها على اطفال، ما ينفعش تروح تعملها على ذوي الاحتياجات الخاصه، ما ينفعش تروح تستغل السجناء وتعمل عليهم التجارب دي. كل دول فاقدين للاهليه، صح؟ حلو. يبقى مثلا واحد متخلف كده، بعيد عنك، بعيد الشر عنك، واحد متخلف كده، ينفع تروح تقول له هات موافقتك؟ لا، ما هو متخلف اصلا، اللي هتقول له عليها هيسمعه، صح؟ حلو. يبقى دي طبعا الاهليه، ما ينفعش نعمل على دول التجارب. لازم المريض يبقى واعي، عاقل، مسؤول،
عن قراره. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالى بقى كده للطوعية. ايه الفرق بين الأهلية والطوعية؟ الطوعية معناها ان انت ما ينفعش تجبر المريض، يعني ما ينفعش يبقى عند حضرتك إجبار أو قصر، الحاجات دي كلها طبعا ما تنفعش. ليه يا مستر؟ ما ينفعش تضغط على المريض، تمام؟ ما ينفعش المريض يعاني أي نوع من أنواع الضغط، يعني ما ينفعش تقول له مثلا على فكرة انت لو ما وافقتش نعمل البحث ده هخطف عيالك، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ طب مثلا ما ينفعش تجيب ناس محتاجه حاجه زي مثلا الفلوس، ما ينفعش تجيب مريض محتاج فلوس قوي تقول له ده انا محتاج اعمل عليك تجربه والله، هيقول لك لا. تقول له بس اسمع، بس ده انت طالع لك منها بمصلحه حلوه، هتاخد مش عارف كام الف جنيه، فطبعا المريض هو محتاج الفلوس يا عيني فيقول لك حاضر، هيضطر طبعا ان هو يقول لك حاضر، فده بيمثل نوع من الضغط والاجبار والقصر على المريض. لا، لازم المريض يختار المشاركه بارادته وبحريته، ما ينفعش حضرتك تروح تجبره على حاجه. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى دي اسمها ايه؟ الطوعيه. طب عند حضرتك الموافقه، بس الاول كده اوضح لك تاني على السريع الفرق بين الطوعيه والاهليه، عشان انا عارف حضرتك ممكن تكون اتلخبطت فيهم مع انهم سهلين والله، بس خلينا بس نحسم لك الفرق. معاق او طفل او فاقد للاهليه او فاقد للوعي او الكلام ده كله، او متخلف عقليا او ذوي احتياجات خاصه او الكلام ده، ما ينفعش تروح تاخد منه موافقه. ليه؟ لان هو مش واعي الوعي الكامل عن قراره اللي يخليه مسؤول عن قراره. لكن الطوعيه هو واحد واعي عادي جدا، بس ما ينفعش بقى يا عم الواعي ده تروح تجبره، يبقى دي الطوعيه. لازم عم الواعي ده يختار بحريه، بس هو عنده وعي بس لازم برضه يبقى بيختار بحريه، يبقى حريه الاختيار والاراده، يبقى الطوعيه. اتفقنا؟ اتفقنا. عند حضرتك اخر عنصر وهو الموافقه. طبعا هنا المريض بيبقى امن باهميه دوره، بالتالي هيعمل ايه؟ هيروح يوافق، يمضي، يبصم، يقدم. يعني ايه يقدم؟ يعني ان هو اللي يجي لك، يعني يمضي، وتبقى لازم الموافقه كتابيه، يعني اكتتاب كده ان هو يمضي لك على ان هو موافق، يمضي لك اقرار رسمي ان انا موافق. تمام؟ هو ده اخر عنصر، واللي هو عنصر اسمه الموافقه. يبقى عشان اخلي المريض يوافق على مشاركته في البحث العلمي اللي انا عايز اعمله عليه، لازم 5 عناصر اساسيه: الافصاح هقول له المعلومات، الفهم ان انا اشرح له المعلومات دي، الاهليه ان انا ما ينفعش اجرب على حد او اخد الموافقه من حد معاق او طفل او غير مسؤول عن قراره او غير واعي، الطوعيه ان انا ما ينفعش اجبر حد ان هو يوافق، او ما ينفعش افرض ده عليه او اضغط عليه بمغريات او حاجات من كده، لا، لازم اخليه يشارك بكامل حريته. في الاخر خالص الموافقه ان انا اخد بعد ما احقق كل الشروط دي، لازم الفرد عندي يبقى موافق بناء على وعيه باهميه دوره. عند حضرتك نقطه بعد كده بعنوان عناصر او معايير الطب الحديث، معايير الاخلاق الطبيه الحديثه، ودي اخر نقطه عند حضرتك في الموضوع الثاني اللي هو البيوتيكا، واخر نقطه عند حضرتك بشكل عام في الوحده الثانيه، في الوحده عفوا الاولى في الفلسفه. تمام؟ تمام. تعالى كده نبص مع بعض. عندنا في معايير الاخلاق الطبيه الحديثه 4. اول حاجه عند حضرتك اول معيار اسمه ايه؟ المنفعه. تاني معيار عند حضرتك اسمه عدم الحاق الاذى. تالت معيار عند حضرتك اسمه المساواة والعدل. رابع معيار عند حضرتك اسمه احترام الاستقلالية الفردية. تعالى كده يا سيدي نشوف ايه الفرق بينهم. المنفعة، قال لحضرتك المنفعة يعني حضرتك تفعل ما يحقق الخير للمريض ويزيل آلامه. يعني ايه؟ غرض الطب النهائي اصلا هو ازاله الضرر عن المريض وازاله الام المريض وتخفيف الامه، صح؟ حلو. يبقى دي المنفعه، ان حضرتك تفعل ما يحقق الخير للمريض، تفعل ما ينفع المريض.
اتفقنا؟ حلو جدا. طيب تاني معيار اسمه عدم الحاق الاذى، وباين جدا من اسمه ان حضرتك ممنوع تضر، ممنوع تأذي مين؟ المريض. ممنوع على حضرتك، ما ينفعش تعمل اي حاجه. يعني مثلا ما ينفعش وانت مثلا بتعالج المريض تروح بالغلط تعمل له مثلا ايه، عاهه مستديمه مثلا. ما ينفعش تعمل مثلا خلل في جسده. الكلام ده كله مش مسموح لحضرتك كطبيب. ما ينفعش تأذي المريض سواء عن عمد او عن اهمال، ما ينفعش. والكلام ده على فكره في القوانين واللوائح بيعاقب عليه الطبيب طبعا، لان هو سواء مهمل او حتى متعمد يأذي المريض، في الحالتين هو مذنب ومخطئ. تمام؟ حلو. يبقى طبعا عدم الحاق الاذى، هيجي لحضرتك في السؤال يقول لك ايه؟ عدم ايذاء المريض، عدم مثلا فعل شيء يعرض المريض للخطر. الكلام ده كله ما تعرضش المريض للخطر. تمام؟ طيب عند حضرتك ثالث معيار اسمه المساواه والعدل، اللي هو العداله بين جميع المرضى دون تمييز على اساس العرق، الدين، الوطن، اي حاجه عموما. تمام؟ كلهم مرضى، ماليش دعوه بقى مسلم ولا مسيحي ولا يهودي، ماليش دعوه بقى هو عرقه ايه، ماليش دعوه سلالته ايه، ماليش دعوه جنسيته ايه، ماليش دعوه ذكر ولا انثى، ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا بالنسبه لي عندي العداله بين كل المرضى. تمام؟ حلو كده. عند حضرتك احترام الاستقلاليه الفرديه، ودي طبعا ان المريض حر. حر، سمعتها انت قبل كده؟ حلو. المريض حر في اتخاذ القرار المناسب له واختيار الرعاية الصحية الخاصة به. يعني حضرتك مثلا لو خيرت المريض تاخد مثلا دواء شرب ولا مثلا تاخدها حقن، لا، هو المريض حر يختار اللي هو عايزه، ما عليك الا النصيحة. يعني انت مثلا ممكن تبقى شايف ان ما ينفعش خالص ياخد دواء شرب ولازم ياخد الحقن، بس حضرتك هتروح لازم تفرض عليه الحقنه، انت اللي هتديله الحقنه لازم؟ لا، مش لازم. هو حضرتك هو اللي مسؤول عن اتخاذ قرار. يبقى هنا المريض ماله؟ حر. انا ليه حطيت لك خط تحت حر؟ دي ما بتفكركش في حاجه لسه واخدينها من ما فيش 5 دقايق. ايوه هي الطوعيه. برافو عليك، شاطر. انا عارف انك قاعد مركز وبتكتب ورايا كل كلمه. تكتب ورايا كل كلمه. تمام؟ حلو كده. عند حضرتك دي معايير الاخلاق الطبيه الحديثه بكلمات مفتاحيه كده تسهل على حضرتك وتقول لك لو شفت ايه في السؤال اختار ايه في الاجابه. كده احنا بفضل الله يا شباب خلصنا اول وحده. عند حضرتك الحمد لله اهو، قال لحضرتك هنا كده في الحته دي ركز معايا، اهي تشبه الطواعية. كده احنا يا شباب بفضل الله خلصنا اول حصه من حصص المنهج، واللي هي مراجعه على الوحده الاولى بالكامل، فلسفه البيئه وفلسفه البيوتيقا. دول الموضوعين بتوع اول وحده بفضل الله. قلنا كل تفاصيلهم، شرحناهم شرح تفصيلي وبما يرضي الله. صدقني كل كلمه اتقالت لك هنا كانت مهمه. لو في اي جزئيه شايف ان انت قصرت او اهملت او حتى سرحت بس فيها، لازم حضرتك ترجع اذا تكرمت تعيدها وتكتب ورايا كل حاجه. صدقني كل كلمه بتكتبها دلوقتي هي دي اللي ساهمت الحمد لله في درجاتك ودرجات زمايلك الترم اللي فات، بالناس اللي قفلت، بالناس اللي نقصت درجه واحده، بالناس حتى اللي نقصت بسبب اعمال السنه. الحمد لله ما حدش نقص بسبب امتحان او بسبب تقييم او بسبب امتحان شهر او الكلام ده كله، بفضل من ربنا. الحمد لله الترم الاول النتائج كانت مفرحه جدا. عايزين الترم الثاني هدفنا النهائي ال60 من 60 هي كمان في الترم الثاني ان شاء الله، عشان نخلي حضرتك من الاخر انت اللي تكسب وانت افضل من اي حد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.